المهم خصكم تعرفوا شكون اللي دا سعاد اقدم دير الشكايه. هي نور بيوتي، لان نور بيوتي انه قال تتعرف شي قضيه تحقيق في مدينه بكناز المحكمه الابتدائيه. ولكن نحن في دولة الحق والقانون والمؤسسات برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الزرولي هو تقدم بشكاية مباشرة وفعلا اورغانزا حطها، ولكن انا ما بغيتهاش تكون عندك قضية تحقيق اللي هو صديق نور بيوتي. المهم خصكم تعرفوا شكون اللي دا سعاد اقدم دير الشكاية. هي نور بيوتي، لان نور بيوتي انه قال تتعرف شي قضيه تحقيق في مدينه بكناز المحكمه الابتدائيه. ولكن نحن في دوله الحق والقانون والمؤسسات برئاسه صاحب الجلاله الملك محمد السادس. اليوم الزرولي هو تقدم بشكايه مباشره وفعلا اورغانزا حطها، ولكن انا ما بغيتهاش تكون عندك قضيه تحقيق اللي هو صديق نور بيوتي. الحمد لله كل شيء على ما يرام. اجا البرقوقي انت شديتي فيديو ديالي قالك تنسب في القضاء. انا ما عمرني سبيت في القضاء، كنت درت واحد الفيديو تنسب في القضاء ديال الجزائر والنص الاخر تنشكر القضاء ديال المغرب. هما هزوا فبركاه. انا تنطالب الفيديو الاصلي، تنطالب الفيديو الاصلي يا البرقوقي. قالك حقوقي انت برقوقي وطالب بحقي وانك فبراكيتي الاول في الفيديو، ولكن باش تثبت براءتك ايها البرقوق انه الفيديو الاصلي ما كاينش والفيديو عليه 7 سنين. يا البرقوق غادي نتابعك انك شاد فلوس واشاعه الكاذبه والتزوير والفبركات الفيديوهات اللي غادي يكون المصير ديالك السجن ان شاء الله، لانه الفيديو الاصلي ما كاينش والفيديو عليه 7 سنين. يا البرقوق غادي نتابعك انك شاد فلوس واشاعه الكاذبه والتزوير والفبركات الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي هاد اللايف شحال من مرة تنقول نديرو تنتراجع ونتراجع، ولكن هاد المرة قررت باش نديرو. اللي باغي التغيير وباغي البلاد مزيان يبارطاجي الفيديو، واللي غادي يقول شي كلمه خايبه في هذا اللايف راه ما غاديش نبلوكي، حيت انا بغيت كلشي يسمع هذا اللايف. واللي غادي يقول كلمه زوينه كيف العاده، حيت الحمد لله ديما اللايف الزروالي نقيقيين، مرحبا. اللي معانا يلا فتحنا اللايف الدقيقه الاولى 900، اللي معانا يبارطاجي هذا اللايف. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك، الله يحفظكم كاملين، بارك الله فيك. اللي معانا يبارطاجي هذا اللايف، اللي بغى يسمع كلام زوين يبارطاجي هذا اللايف. مساء الخير. هذا الكلام هذا يقولوا انسان هي اللي عنده غير على بلاده وعلى الفقراء وعلى الوطن ديالو وعلى الملك ديالو. السلام. غادي نقول لكم بزاف ديال الحوايج، اللي ما عارفش شنو هي شي حوايج في البلاد يعرفوهم اليوم، شي حوايج ما انت ما تعرفهمش يعرفوهم اللي داخل في الدومين ديال الزروالي، المساعده وهاد الحرب وهاد العالم مع الاحزاب وزيد غتعرفوا بزاف د الحوايج. وصلت ل 1200 1400. تحيه لخويا، تحيه للناس المغرب وتحيه للمكانسه كاملين. والحمد لله الوقفه اللي درنا البارح في نهار الحد في تروكاديرو وقفه نجحات وجاو الالاف ديال الناس. تحيه للناس اسبانيا وبلجيكا وهولندا والمانيا والناس اللي جاو من المغرب، اخ نبيل والاستاذ وكل شيء، واخت فاطمه اللي جا مرحبا به واللي شجعنا مرحبا به. ونجحات هذه الوقفه، وانا تنوعدكم بانه ان شاء الله غادي نديروا واحد الوقفه في المغرب باش نبداو هذه الوقفه. واش هذه الوقفه نبداوها على القضاء، لانه العالم والان الجاليه المغربيه وخوتنا المغاربه كلهم تيعانيوا من القضاء.
تحيه للقضاء. كاين واحد 30% الله يعمرها دار، و70% شفاره ونصابه. هذه هي الحقيقه. 30% القضاء تيخافوا الله ولد الاصل، و70% شفاره ونصابه. دابا القاضي تتلقى عنده دار حدا البحر، فيلا، ولدو في البريفي، الرحلات، مرتو في احسن صال، هو في احسن صال، الماكله، كلشي. علاش؟ اذا شفار ونصاب. وتتمشي عند واحد القاضي تعرفو انا شخصيا، تلقاه مسكين يلاه ولادو تيقراو في مدرسه بريفي عاديه، ولاد الشعب تيلبسوا غير الحوايج السبر ديال الميطاسيون، ماشي تاسيني، عاديين. علاش؟ بواه شريف. كيفاش واحد الانسان عنده قاضي تيحكم عنده فيلا على البحر تدير 500 مليون 600 مليون 700 مليون، وانت تشدي 2 مليون ونص ولا 3؟ اذا شفار. وكاين القضاء الله يعمرها دار. هذه الوقفه اللي بغينا نديرو، ولا نديرو عاوتاني وقفه لا للفساد، نعم للملك، ولا للفساد والاحزاب الفاشله. كاين اخويا الزروالي. لا شوف، دابا ما بقيناش باغي نسكتو، دابا ما بقيناش باغي نسكتو، والله معاك. لانه باش يجي واحد موسخ ويسب لنا الملك ديالنا اللي هو محمد السادس الله ينصرو، ويطلع ويتهجم على الملك ويتهجم على المقدسات، وحده هنا وحنا في باريس جيت تحرق الرايه. علاش؟ انا واحد القاضي دالي ارض ديالي. الا عندك مشكل مع قاضي اللي تيتحمل المسؤوليه ديالو، فهمتي؟ اما الملك بعيد على البعد كليا على هذه المشاكل. الملك راه حامي البلاد اخوتي، قسما بالربي اللي خلق السماء والارض. وهضر معكم هضره ديال الشعب. دابا خليه بلا اله الا الله. انا عاود بني محمد يسبك الناس، والله الا بنادم حنا الشعب اللي خايبين، وحنا اللي تبغينا الفساد. وانا هذا اللايف غادي نقول فيه كلشي. بارطاجي معنا اخوتي، نشوف اللي معنا يبارطاجي هذا اللايف. بغيتو مغرب زوون، بغيتو نوعاو، بغيتو نتقدموا، راه خصنا الفالطه منا. شي من اللي حنا نتحدوا، الشعب يتحد، الشعب ما يبقاش يلوح الزبر في الارض وما نطلعوش في الطوبيس بالهماجيه ونتحنوا بعضياتنا، وبربي ما اخنوش يولي يخاف منا. فهمتي؟ المشكل اللي كاين سبب المشاكل في البلاد وسبب هذا الشيء هو الاحزاب. واخوتي واش يجي رئيس حكومه يقول لك مسح النظاظر باش تشوف الالوان؟ فينا الوان؟ نشوف قوز وقزح. السي العثماني، واش انت معنا ولا ضد سيدنا؟ انا تتبان لي على الذكاء اللي عاطيني الله راه ضد الملك، لانه اللحظه راه شاعله العافيه. واش العافيه متى تشعل؟ واش يطفيوها ولا تيزيد يزندوها؟ راك تتزند الشعب، تتقول لهم مسح الالوان. شنو دير نمسح الالوان؟ نشوف الشباب مدمنين على القرقوبي، نمسح الادمان النظاظر، نشوف الناس مساكن باقي ساكنين في باقيين ساكنين في البرارك مع الفيران. انا وربي يشهد عليا هذا الكلام. انا مشيت عند المراه في سيدي مومن الدار البيضاء، ريبت لها براكه وعطيتها ابارتمون وعايشه مع الفيران، ولد عد لها ولدها طير له نص في ودنيه، وخليت 8 ديال البرارك تمايا. كنتمنى انه شي واحد ملياردير ولا شي شركه نشهروا، ولا الشركه ولا شي واحد ولا شي محسن يمشي سيدي مومن القديم. كانوا 9 بقاو لنا 8. كل مره ان شاء الله غادي نشري واحد ابارتمون تنخرج هذوك الناس. والله الا تيعيشوا مع الفيران، مع الفيران اصاحبي. واللي كذبني نديه لسيدي مومن. ها انت ياك سيدي مومن في الدار البيضاء. والله الا الناس مع الفيران وحق الله العظيم. هاد المره اللي شريت لها لابارتمون ماشي انا المحسنين، وحتى انا ساهمت بلي قسم الله. ولدها مريض بالضيقه. علاش مريض بالضيقه؟ ان الطب الفار بالدارجه الفار تيطلع للميكا، ملي تيطلع للميكا حيت البراكه اعلى بالميكا تيوحل، ما تيلقاش فين يخرج هذيك الطوبه تتفرقع. ملي تتفرقع مساكن تيبدا يشمو هذيك الريحه، مرض لها الولد بالضيقه. واحد البنيه 5 سنين كهي غاده، ولكن انا خرجت هذيك المراه وبقاو 9 تما، اذا بقاو 8. شنو السي العثماني؟ واش انت معانا ولا معاهم ولا مع غانا؟ انت راك مع غانا. كيفاش مسح الوان؟ ما فهمتش. اذا اخوتي هذه الفالده الثانيه تنشوفوا السخنينيش اخنوش اللي شويه البعض ماشي كلشي، حيت انت ما قدرتيش تشري ولاد الشعب الاحرار. حنا ما تشريناش الحمد لله. حنا لا انت غني وانت فلوس عندك فلوس، حنا عندنا الرجوله، حنا ولاد الشعب. الله الوطن الملك حلينا عينينا فيه. الملك مع الشعب. وغادي اللي غادي يتفرج في هذا اللايف كامل غادي يعرف الحقيقه، وانا تعرف شي حوايج ما تعرفهمش نتايا. وغادي نقول لك كيفاش يقولبوا الملك مسكين، وكيفاش التحراميات اللي تيديروا باش يقولبوا الملك. انت ما طاحلكش هادشي في بالك، واخا يجي يتحاسب معاهم دايرين له حسابه. خوتي العزاز،
انا نقول لكم واحد الكلمه، دابا اخنوش قال لك بغا يدور 100 دوره ولا 100 جوله، عطينا خويا هاد الفلوس نتاع 100 جوله نحيدو بها البرارك اللي عايشين مع الطوبات، انا نصوت عليك. هاد الفلوس اللي تتخسر دابا على الجوله عطيها للشباب مساكن، عاونهم دير لهم بروجيات. هاد الشباب مثلا انا كتبت واحد الكلمات للشباب مؤخرا، قلت لهم بان الله غادي يفرج علينا وخصنا نديرو يد في يد، ولا بغى ربي يسهل عليه يصلي، كلشي تفاعل. اكتشفت بانه الشباب خاص غير اللي يمد له يد المساعده، خاص اللي يقول له كلمه طيبه. راه ما يقوليش الشباب، فعلا كاين واحد الشباب اللي هو مثلا عقلو كامله في اوروبا، يطيح السروال، يدير الحلقه، دخل الصالون تلقاه يدير الكوافير، ما تهضرش على هذوك. وهذوك تنقول لكم الله يهديكم. الشباب المغرب، انا العالم تيعيط لي وعارفني ملكي، وانا ما نبيعش الملك ديالي واخا يعطيني مليار و66 الف مليار كي تيقولوا، والله ما نبيع الوطن ديالي ولا الملك ديالي. ولكن الشباب تيتصلوا بيا وانا عزيز عليا الحوار، انا ما عمرني سبيت شي واحد في الحوار ولا عيط ليه، واخا تيكون هو ضد الملك ولا شي حاجه تنحترم الراي ديالو. معنا 1800. كيفاش معنا 1800 وموضوع مهم؟ بارطاجي هاد اللايف، هاد اللايف راه غادي يغير بزاف ديال الحوايج. شتي هاد اللايف غادي يغير بزاف ديال الحوايج، ولا تبعتو كلامي راه غادي نزيدو لقدام. اول حاجه اللي غادي نقول، اللي تيامن بالقدرات ديال يوسف الزروالي ومآمن بان يوسف الزروالي راه تيدافع على ولاد الشعب، وانا ولد الشعب، انا راه ولد حومه شعبيه، كبرت في حومه شعبيه، كبرنا في الكرا، كبرنا ما عندناش الحمد لله، تنعرف شنو هي المعاناه، تنعرف فوقاش يجي العيد الكبير، تنحس بالناس. جيت لاوروبا ولكن دخلت 400 مليون للمغرب في 3 سنين ونص، وما عمرني صورت لا شنو تناكل ولا شنو تندير احتراما اللي ما عندوش، وهديت حياتي كلها ليكم. انا ما تنقولكمش تضامنوا معايا لو وقعت لي شي حاجه، حيت انا عارفكم ما غاديش تضامنوا معايا، بعدي باش نقولها، حيت انا عارف الشعب ما تيضامنش، الشعب تيقيد. ولكن تنتمنى نتحدوا. معنا 1900 نكملوها ل 2000. اللي في شي جروب بارطاجي اخوتي العزاز، نوصلوها ل 2000 بسم الله. وتنتمنى حتى الناس ديال المخابرات اللي تيق فيهم سيدنا، وحنا تنثيقوا فيكم، حنا مع الحموشي باش نجيكم من الاخر. انا عزيز عليا السي عبد الله الحموشي، ما تيشد رشوه، ما شفار ما قمار، انسان عادي عاش الملك خويا، بلا ما يبقى يقول لي حتى شي واحد لا عاش الريف ولا عاش الملك ولا والو. هاد اللايف ديال ولاد الشعب وديال الخوت، حنا الملك ديالنا راه ما كاينش شي واحد تيبغي الملك قد يوسف الزروالي، فهمتي؟ انا راه مي تعايرات لي على قبال الملك، صحابي خسرتهم على قبال الملك، حيت باش ما يبقاوش الصراعات وحده. حنا اي واحد دخل هاد اللايف تنحترموه في اي جهه، فهمتي؟ بلا ما نكتبوا لا عاش الملك ولا عاش الشعب ولا عاش قدور ولا عاش خنينيش، فهمتي؟ باش ما تنوص الصراعات. الميساج ديالي راه تيتفهم. غادي نبداو معنا 2000. بارطاجي اخوتي. بغيت نعرف واحد الحاجه، انه الشعب المغربي دابا هذا رئيس الحكومه او وزير او برنامالي، شكون اللي صوت عليه باش طلع الشعب؟ كاينه واحد النقطه، نمشيو حنا هذاك وزير الشبيبه والرياضه، ياك حصلناه سارق من الملعب ديال الكراطه، ملي جا داك اللعب داروا هذاك الدوري ديال الانديه، جاو باش يلعبوا هنا ولينا شوها، وقفوه. هذا وزير وقف بانه شفار فاشل نصاب. تنتفاجئ انه هذاك الوزير عاود طلع رئيس داكشي يعطي البرنامج، رئيس المستشارين. كيف يعقل ان الملك وقفوا شويه انه طلع لتمايا؟ اذا شكون يطلعوا؟ الشعب. وصوروه في مربيه حط مع البيره وكا وصوت عليه الشعب. اذا ها هو الملك وقفوا وانتم صوتوا عليه. ما يمكنش الملك يجي يحيد رئيس حكومه لان انتم اللي صوتوا عليه صاحبي. راه تنقول الحقيقه. اذا حنا مثلا بدر الطاهر في مدينه مكناس برنامالي، هذا انا تتحمل المسؤوليه كاع. انا الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا والله ينصر الحموشي والداخليه تيدافعوا عليا. هاكو ما كانوش هاد الناس كون طيروا يوسف الزروالي، لانه عارفيني ما عندي دار، ما عندي طوموبيل، ما نصاب، ما شفار، انا عزيز عليا الفقراء. اذا اخوتي بغيت نقول واحد الكلمه، الله يجازيكم بخير.
هاد السيد هذا مدينة مكناس برنامالي، باه تشد بانه سرق فلوس ديال الشعب وتشد في الحبس، وهو هرب لبلجيكا. اذا منين هرب هو لبلجيكا باه فاشل، ما دار والو لمكناس، ما دار والو لمكناس، فشل هرب. اذا ملي ترشح ولدو، ولكن راه رد الفلوس، راه رد الفلوس وما ردش شي حوايج. المهم القضاء تشرى، هنا تنهضروا على القضاء، كاينين 70% شفاره وكاينين 30% الله يعمرها دار. لا داعي باش نقول اسماء القضاء الشرفاء، ولكن لا ليست تنوصلها كما بغيت انا. كاينين قضاء الله يعمرها دار. خوتي يا اولاد الشعب، انا يجي واحد يقول لي الزروالي بغيت التغيير. التغيير خصو يبدا من يوسف الزروالي، كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بنفسك. نصلح راسي مزيان وعاد نخرج ندير التغيير. المهم حنا جينا هذا الشيء باش هاد السيد هذا باه فاشل ودوز الحبس وهرب لبلجيكا بدر الطاهري، ومن بعد انه مكانسه صوتوا على بدر الطاهري باش يطلع، رغم انه باه حصل على النصب والاحتيال وداز للمحكمه. اذا الشعب تيبيع صوتو ب 100 درهم 70 درهم. هذا هو اللي كاين. انا ما فهمتش واحد الناس يقول لك الزروالي بغينا التغيير وهو تيبيع صوتو ب 100 درهم او 70 درهم. واخا خوتي العزاز، هاد اللايف غادي نقول لكم 3 سنين المغرب ما يبقاش فيه الفقر. هذه المقدمه. خوتي اخويا ولا اختي تتفرجي فيا، انا راه تنعيش ضغوطات، انا تناكل العصا علشانك انت اللي تتقولك الزروالي. انا ماشي ولد الشعب، انا راه ولد الشعب اكثر منكم نتوما. انا راه جيت للمغرب وتنبكي على الفقير. انا ملي تنعود للمغرب جيت لفرنسا ما تنهوش الطوموبيلات ونطلق الموسيقى باش نبان على خوتي. جيت لفرنسا باش ندخل الفلوس ونعاون مالكي وبلادي على الفقراء. انا تمشي عند الناس وكاينه في الخفاء فيديوهات ما تنبينوش، تنقدوا الناس من الفقر. وشحال من شاب عيط ليا وكان تيمفكر في الانتحار وعاونته وخدمته. اول مره غادي نقول هاد الهضره. انا عندي خويا سميتو احمد الزروالي، قيدوها احمد الزروالي. فاش خدام خويا؟ خدام في الانعاش. ما عمركم ظنيتوها؟ ما عمرك سمعتوا بان يوسف الزروالي خدام في الانعاش وساكن مسكين في حومه شعبيه ببني محمد والعالم يعرف. وانا ضد بوانو وضد العامل ديال مدينه مكناس، ولكن تحيه السي طرشوني وتحيه الناس ديال الامن ديال مكناس لانه تيخدموا. باش نجيك نيشه، انا لا السي طرشوني ولا السي شاكر وكيل الملك ولا حتى واحد ما تيعطيني فيهم حاجه، تيحبوني على المصداقيه ديالي ولا على الروح الوطني وانا كذلك. خويا تيخدم مسكين في الانعاش. شحال تيعطيوه؟ 32,000 ريال في الشهر، ويخدم الشهر ويجلس شهرين. وتيعيطوا لي ناس كبار في البلاد وما نقدرش نقول لهم خدموا لي خويا. وهو عنده امنيه مسكين يخدم في القصر الملكي في هذاك الشيء ديال الغازو وهذاك الشيء، هو عزيز عليك الشيء ديال الطبيعه، امنيه ديالهم من الصغر. وتيعيطوا لي ناس وما نقدرش، ما تقدرش نقول لهم خدموا لي خويا. ورغم انني خدمت الاف الشباب اللي عاونتهم وخدمتهم، ولكن خويا ما نقدرش نقول لهم خدموه، لان انا عندي عزه النفس. تندخل عند جميع العمال ديال المغرب، ما عمرني طلبت لهم شي طلب ديالي، انا تنطلب للشعب وتنطلب للايتام. اسمع المعلم، الا جيتي انت لفرنسا تنهضر اقسم بالله تتنسى امك وباك. انا ما ناسيش بلادي. الا انت هم ديالك هو تصوفي راسك، انا الهم ديالي هو نحيد الفقر من المغرب. الا انت الهم ديالك هو تصوفي راسك، انا الهم ديالي هو نصوفي ولاد بلادي ونعاون ولاد بلادي. نزيد نكملوا الهضره. دابا هاد اخنوش هاد اخنوش وحزب اخنوش، واش يبغي الملك؟ لا. واش يبغي الرايه المغربيه؟ لا. غادي نقول لكم علاش وبالدلائل. منين تحرقات الرايه المغربيه، تحيه للصفحات ولاد الشعب، والتحيه للصفحات. ربما كاينين الصفحات ينتقدوا الملك، ولكن منين تحرقات الرايه ما بغاوش. حزب اخنوش ما هضرش على الرايه من تحرقات، وما هضرش على الملك من يتسب، ولكن من ينتقد انا اخنوش كاع الصفحات ديالو ردوني مرتزق وردوني نصاب وشفار. علاش؟ انتقد اخنوش رضي الله عنه.
اذا هنا تتشوف منين انتقدنا اخنوش الصفحات ديالو سبونا وعايرونا وتهمونا بان نصاب وشفاره وقماره، قالك ما تنتقدلهمش الولي الله ديالهم. ومنين تحرقات الرايه اللي اكثر من سيدنا واكثر من الوطن ما هضروش عليها، لانه هما ليس لهم غيره على الوطن ولا على الملك ولا عندهم غيره على المناصب. ولكن كاين واحد الحاجه استلفتيت لوزير الداخليه، انه ملي تدخل العماله او تتجي لهنايا القنصليه تيقولك الزروالي وقدروا نديروا لك لقاء مع اخنوش وراه غادي يعاونك ويساعدك ويديرك بزاف بزاف، وخصك تشجع اخنوش باش يكون رئيس حكومه. تنتفاجئ كيف انني ملكي من حزب الله الوطن الملك الشعب، واحد الانسانه تيقول لي خصك دير لقاء مع اخنوش الزروالي. انا تنتفاجئ كيفاش هذه داخليه ولا مع الاحزاب. داروها لي في مدينه مكناس في العماله ديال مدينه مكناس، وداروها لي في القنصليه ديال 92 هنايا، والله يشهد وهذا يمين الله. راه نبان لك هز اليسريه ولكن يحيد الفيديو ديال الكاميرا الله. والله حتى درت لهم الشوهه، شوهتهم، لانني انا يوسف الزروالي ما تنتبعش. انا تربيت، انا قلت لك اي واحد واخا يقول شي كلمه خايبه راه ما غاديش ننزلو. حميد اجي هنا يا خويا، لا جيتي لقدامي. قلت لك اخوتي هادشي اللي كاين دابا. حنايا بغينا نديرو التغيير. واش التغيير هو واحد السيد عنده الفلوس غادي يركبك في الكار، غيركبك في الكار يقول لك طالع طلع فين غادي طلع تاكل، ومنين طلع تقول له علاش جيتي، علاش جيتي، علاش جيتي، يقول لك وانا جيت ناكل. صاحبي تتبيع صوتك على الماكله صاحبي وبغيتي البلاد تزيد لقدام. جاي راكب في الكار ما عرفوش يغتصبوك ولا يقتلوك ولا فين غادي علشان كرشك صاحبي، ما يمكنش. لا شو بريسي خوتي العزاز، الا بغينا ديما يوسف الزروالي. اشوف انا عارف دابا الاحزاب هنايا، شوف اقسم بالله رساله ديالي للاحزاب، نتوما السبب في هذه المشاكل. والله لا نجحتي يا اخنوش ولا العثماني ولا الاصاله معاصره ولا الاستقلال، والله حتى نديروا لكم مفاجاه عمركم ما غادي تتخيلوها في حياتكم، لان نتوما السبب هذا الفقر وانتوما السبب لهذه المشاكل. نتحدى اخنوش مشى الازلال، مشى الازلال اخوتي وكلا الطاجين وتيقولها فمو وجه احمر. والسي اخنوش واش مني مشيتي لازلال وازلال تعاني بالفقر 80% ديال الفقر، واش ما شفتيش الناس مساكن تمايا ما عندهمش؟ واش ما شفتيش الناس مساكن ما عندهمش فين يسكنوا؟ واش ما شفتيش الشباب في ازيلا مساكن مدمرين؟ واش ما شفتيش الشباب الان تيموت في البحوره؟ واش ما شفتيش الشباب مسكين تيدخل للدار وتيلقى مو عليها الكرا وعليها الماء وعليها الضو؟ ما شفتيهاش؟ قال لك السي اخنوش يخدم 2200 واحد ولا ما عرف شحال حتى ل 2021. علاش؟ ايوا لا عندك الروح الوطنيه السي اخنوش وخدمهم دابا. علاش حتى اللحظه اللي علاش؟ لانك انت ما تقدرش تحل المشكل ديال البلاد في هذه اللحظه، لانك ما بغيتيش الخير للبلاد. لان لا حليتي المشكل دابا غتبان بان العداله والتنميه هي اللي خدامه. انت خصك تضغط على العداله والتنميه باش تبينها هي خايبه. المضمون في هذا الشيء كامل الاحزاب تيدابزوا بعضياتهم، ما عندهم لو السي اخنوش. عندنا مشكل في البلاد، عندنا مشكل. انت ملياردير وتتقول انت وطني باش بالهضره، باش واش حمك انا هو هذاك اللي الجمعيه ديال اسبانيا اللي شريتي مولا فرنسا؟ راه الزروالي هذا، انا راه ما نتشرالكش. وحا تحرش عليا اللي حرش شي صفحات، حرش شي جرائد، حرش شي وكاله، حرش شي والو، الله الوطن الملك. اذا اخوتي العزاز هذه الرساله دي نوصل حنا لولاد الشعب. الله يخليكم ما عز عليكم ابناء الشعب، راه خصكم تعرفوا بانه الملك محتاج للشباب ومحتاج هو راه ماد المساعده. خصنا نخدموا. حنا بغينا نديروا حزب يكون يا حزب ملكي انا بعيد ما ندخلش ليه، ولا حزب ولاد الشعب انا نعاونكم، نعاونوا هذا الحزب يطلع عندنا شباب ما شاء الله تيهضر ب7 اللغات. واش تظن انه حزب العداله والتنميه لا شد الحكومه غادي يزيد لقدام؟ راه 2 ولايات قال لكم رئيس الحكومه مسحوا النضادر باش تشوفوا الالوان. مسح النضادر وفينا ولا برك على النقاصه يشعل الضوء ولا حروا بيني سي الماء. ورينا شنو درتي،
ورينا اخنو شنو درتي. اصاله والمعاصره واش يقولوا لي انا مشيت لازيلا لقيتهم دايرين واحد الحفله في اوتيل الشمس والماكله تيلوحوها، زدت 5 كيلومتر لقيت الشباب واحد الوليدات عائله تيموتوا بالجوع ما عندهمش. كيفاش نتوما حزب بغيتو تخدموا البلاد غير 5 كيلومتر حداكم الناس ما عندهمش؟ حزب الاستقلال دمرتوا البلاد. فين هو داك الشباط؟ سرق كلشي مشى لتركيا ولا ما عرف فين مشى، ولدو دايرين حاله في فاس، بغى شويه ما يقول لكم انا ربكم الاعلى. انا ما فهمتش. تنتمنى من الناس اللي مسؤولين راه اللي بغى ينتخب او يدخل البرلمان او يدخل خصو يكون عنده الباك بعد على الاقل قاري. اذا اخوتي العزاز هذه من النقطه. اذا شوف الا حنا اتحدنا ولاد الشعب ودرنا يد في يد باش نخدموا هذه البلاد راه 3 سنين غادي نحيدوا الفقر من المغرب. انا تمنيت انه حنا نتحدوا كاملين ولاد الشعب ونديروا واحد كونت ديال الحساب فيه ولاد الشعب، كونت ديال الحساب ونحطوا فيه امام الملأ وامام كلشي، واي واحد يساهم في هذا الكونت. وهاد الفلوس اللي تعطى تحط في اللايف ونعطيو نجيبوا شباب من الريف هما اللي يقادوا الجهه ديالهم، نجيبوا شباب من الصحراء هما يقادوا الجهه ديالهم، نجيبوا شباب من الشمال هما يقادوا الجهه ديالهم، نجيبوا شباب من الداخل هما يقادوا الشباب هذا. واي واحد عطيناه شي فلوس او هذيك فلوس يعاون بها الشعب كامل غادي يعاون. اول حاجه هو نحيدوا الفقر من الجبال. مثلا نشدوا الجبال نديروا قريه نموذجيه، نديروا لهم مدارس، نديروا لهم تعاونيه. ما كاينش واحد يبني هنا واحد يبني هنا واحد يبني، لا غادي نريبوا له نجمعوهم في جهه وحده، ندير لهم مستشفى مدرسه، نديروا لهم ملاعب، نديروا لهم تعاونيه، نديروا مشاريع الغنم، مشاريع البقر، ندير لهم نشري لهم لي تراكتورات باش يحرثوا الماكينات الحصاد، كلشي بهذا لي كونت ديال اللي يعاون به الشعب كامل. مين غادي نساليو من القريه النموذجيه اللي هما الجبال، لانه الجبال ان تعانيوا الفقر، غادي ندوزو للمدن، ندخلوا للمدن. اول حاجه خصنا نحيدوا في المدن هو نديروا مستشفيات ديال الادمان، مستشفيات ديال الادمان، لانه 30% ولا 40% شباب مدمنين على التدخين والمخدرات. خصنا نقدوا هاد الشباب. اذا هو ضارب يدو تيتقرقب تيكمي اللي عطا الله عطاه، خصنا نجروا عندنا. مين نساليو هاد المستشفيات ديال الادمان نديروا حل انه ما يبقاوش البرارك. ولكن انا تنعرف الملك البلاد سيدنا الله ينصرو راه في 2010 سنا بانه حتى شي براكه ما تبقى في المغرب، والان 2019 حنا 2020، 10 سنين ديال الروطار، 10 سنين. فينا هو هادشي؟ نحيدوا البرارك، لانه كاينين عائلات يعيشوا في البرارك مساكن بهذيك الفلوس اللي يعطينا الشعب كامل، يكون مراقب عليها، واي حاجه تحطها تدير في اللايف، ويكونوا الناس اللي تيخافوا الله والثقه والكونت، ماشي انا بوحدي نشوفوا ولا الشعب كامل غادي يشوف الكونت. درهم الى هزيتيها فين غادي ديرها؟ ماشي يطلع بحال العثماني لقد قمنا بانجاز 5000 شاب خدمنا في اثيوبيا، خدمنا 2000 بنينا 13 دار. ما توريوناش الوراق، ورينا داك الشيء ملموس. وانت ما تبيعش صوتك اخويا العزيز، والاخرى ما تبيعش صوتها. ولا كان حزب اخنوش انه كاك بغى يخدم البلاد، وراه كاينين في حزب ديالك عبد العزيز اخنوش، وانا لا اخاف منك، وانا ما تقدرش تشريني انت، لان انت عندك الفلوس، انا عندي الرجوله اغلى منك عبد العزيز اخنوش. وانا ما عنديش مشكل معك كاسم عبد العزيز اخنوش، عندي مشكل معك كانك امين عام ديال الحزب ووزير الفلاحه، وانه الخضر والفواكه غاليين والفقير ما تيقدرش يشري شي حوايج، وانك انت ضد الفقراء. وفي المقاطعه وفي المعرض الفلاحه هزيتي الحليب وتحديتي الفقير، قلتي له بغى الحليب في الصباح وفي العشيه. ديالك شي حاجه؟ الحليب ديالك، البقر ديالك، انت اللي حررتي المغرب. شكون انت كاع؟ من انت منين جيتي كاع؟ عندك الفلوس الله يسهل عليك، راه ما حاسدكش على فلوس، ولكن انت فاشل سياسي فاشل. نهار اللي مشيتي لاسبانيا وقلتي عاش اسبانيا، هذيك الموسخه بدات تقول عاش اسبانيا، واسبانيا المغرب فيه الوحوشه، والمغرب ما تيحترموش، والمغرب تياكلوا الناس، ما كاين لا امن لا والو، وانت صفقتي عليها. لو كنت فيك نروح الوطن تقول لها حبسي، كون ما كانش الامن كون كلاوك انت الاول. شكون اللي مطاقي عليك؟ مطاقي عليك سيدنا الله ينصرو. نهار اللي سيدنا يوضح لنا شي حاجه راه يخرج الشعب كامل يجري عليك. مالك هو اللي مطاقي عليك، نجيك من الاخر.
داير فيك واحد الثقه، ولكن حد الان الثقه ما بقاش الحمد لله، ما بقاش لا اعراضه لا والو، لانك بنتي على حقيقتك. وفي الفيديوهات ديالك والخطابات ديالك تتبان انت انك مخلوع، ما عندكش الثقه في النفس، ما تتعرفش تحاور الشعب، مدوز لنا مسخه لا واه كدا كدا. انتوما الدوباب انكتري هذاك كونيكسيو سيرو ديروا شحال سيري تيحيدي لك واش بعدا راه كيبروشا. ما عندك، شوف هادو كاع اللي دايرين بك ما كاينش شي واحد هادو ساهلين باش يتشراو، اي واحد تيشريهم. اذا اخوتي رساله لولاد الشعب الله يسهل عليكم، راه والله ما غيرتوا راسكم وما غيرنا راسنا وما اتحدنا الا زدنا للقدام بالله، والله ما نبقاو نهزوا الزبل ونحطوه بلاصتو ونطلعوا في الطوبيس بالنظام، ومنين يجي ونوضوا في صلاه الفجر ونرجعوا الله سبحانه وتعالى ونخويو المقاهي ونعمروا المساجد وما نديوش والدينا دار العجازه. والانسان ملي تيجي العيد كبير تيعيد بحوالي ب 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم 8000 درهم وجارو ما عندوش باش يعيد. حنا دينا اسم ديال الاسلام، اما الاسلام تيتبرأ منا. دار العجازه عامرين بالامهات، المقاهي عامرين بالنميمه، نهار كامل وانت واقفه صاحبي تتفيق حتى 12 وتقول المغرب ما عطانيش. انتخابات جايين عندك تبيع صوتك ب 70 درهم ولا 50 درهم. انا بغيت نفهم واحد الحاجه اللي الراس ديالي تيضرني، انا تنشجع الملك ان الله يؤتي الملك لمن يشاء. وانا نقول لكم واحد الحاجه، مثلا شوفوا القوالب اللي تيديروا العمال، اسمع العمال كيفاش القوالب تيسرقوا. الملك تيعطي كل مدينه على حسب السكان ديالها الدعم. نعطيك انا واحد المدينه، مثلا مدينه من المدن في المغرب، الملك تيعطيها الدعم، تيقول لهم هذا الدعم لهذه المدينه تديه. شكون اللي تيدي الدعم؟ تديه الجماعه شكون اللي صوت عليها؟ الملك. نتوما الشعب اللي صوت عليها هما حنا. بحال دابا العداله والتنميه، بحال دابا مثلا بوانو مدينه مكناس فين هو بوانو؟ شنو دار مدينه مكناس؟ لا شيء. نهضروا مثلا حنا ما نجبدوش كاع مدينه مكناس، ما نقولش ندافع مدن. خويا العزاز، الملك حيد عليك الدعم، ما بقاش يشدوا العامين، تيشدوا الاحزاب اللي صوتي عليهم. اذا اللي تيسرق هو الاحزاب. تيعطي التنميه البشريه تيعطيها الملك لاي عماله، تيقولوا معاونوا بها الشباب المعاقين الله يشافيهم، الناس الكبار اللي عنده شي دار يطيح عليه في المدينه القديمه، حيدوا البرارك، تعطي كل مدينه. العامل ملي تيتعين في هذيك المدينه تيصيفط البياعه ديالو. انا تنعاود نكرر، جدودنا داروا واحد الخطا كبير منين خرجوا الاستعمار، ما خرجوش البياع ولا تيولد بياع وانتشرت التبيعات. دابا كاين اللي حسراف، كاين اللي يبيع مو، كاين اللي يبيع ختو، كاين اللي يبيع شرفو، كاين اللي حلف القصر على الفلوس. هذا هو المشكل في المغرب، وما حد هادو كاينين والله لا زدنا لقدام. العامل الفاشل تيصيفط البياعه ديالو تيقول لهم شوفوا لي رجال الاعمال دهاد المدينه. العامل هذاك رجل الاعمال تيصيفط البياعه، تيولي البياع ديال العامل وبياع ديال رجل الاعمال تيتلاقاو في القهاوي، جوج بياعات تلاقاو تيتفاهموا تيتفاوضوا فوقاش يديروا لهم واحد الجلسه. هاد الجلسه تتكون ديال الخمر او جلسه ويجيبوا البنات والشيخات وكذا والفساد. هادشي تنشوف، هادشي طبنا به وسمعنا به، وصلونا التصاور وصلنا كلشي. حنا ما تنبغيوش نوضوا الفوضى في المغرب، اما نحطوا قضاء هنا تيجيو لباريس يبداو يشتوا الفلوس على البنات، وتيكون كانه الزروالي معروف هنا في باريس او في المغرب لي فيديو تيصيفطوا ليا التصاور ديال القاضي وهذاك الشيء تنكشوف الزروالي فلوس الشعب فين تصرف. المهم تجلس القاضي، تيجلس العامل مع هذاك السيد، مع رجل الاعمال ديال المدينه كلهم، تيقول له مرحبا بكم، باقي تفهموا. تيقول له انت تروندي لي السيرفيس وانا نروندي لك السيرفيس. تيقول له مرحبا كيفاش؟ تيقول لهم العامل انا الا جا شي واحد معاق ولا نبني له شي حانوت ولا شي دار ولا شي حاجه خصكم تعاونوها نتوما، ولكن نتوما الا بانتكم شي ارض بغيتي تدوها ولا شي رخصه مرحبا تعطاكم في 24 ساعه. تيتفقوا، شفار تيتلاقى مع شفار. المهم تيجي واحد السيد مثلا معاق الله يشافيه مسكين، الاول ما يستقبلوش العامل، الثاني الثالث الرابع خصو يبان شي واحد اللي هو مضرور اكثر، او شي واسطه ولا ولد عمو ولا او ولد عمو ولا ولد خالو. واخا سيدي، اذا ملي تيجي هذاك السيد باش يعاونو
العامل تيعيط لهذاك الراجل الوطني، تيقول الراجل العمال تيقول له راه عندي واحد الحاله خصنا نعاونو، مثلا راه خصنا واحد 30 المليون. هذاك الراجل الاعمال الوطني زعما عطاه حبا للمدينه ولا البلاد، عطاها باش انه تا هو يستولى على شي ارض وخصها تيعطيها له، تيشدها. شنو تيدير العامل؟ تيعيط للحسرافه ديالو تيقول لهم حيدوها من فلوس التنميه البشريه. اذا ملي تيعطي لهذاك المعاق مثلا وتيدير الحانوت تيسني عليها، راه تيسني بالطامبو بكلشي. عاوتاني تيجي واحد اخر تيعيط للاخر تيقول له عطيني واحد 40 مليون، تيشد 40 مليون تيحيدها من فلوس التنميه البشريه، بانه ديك الفلوس راه بحال تهزات التنميه البشريه هما رجال الاعمال. هذوك رجال الاعمال ديال المدينه تيدوز تتبان له واحد الارض، ارض ديال فلان مسكين ولا ارض ديال تاع شي فقير ولا ارض ديال شي ولد الشعب، تتبان له فيها خصو يطحنو. تيصدق العامل عاطيه الرخصه واخا الاخر مسكين عنده الارض ديالو كلشي تيضربو تران. اذا ملي تيجي المحاسبه مثلا الفتيت وزير الداخليه تيتحاسب مع الناس يقول لهم فينا هي الفلوس، تيقول له ها هي ها هي وها هي، وتعطيها له بالدلائل هذاك الشفار العامل. اذا هنايا شوف التحرميات اللي تيدير العامل باش يقول بالشعب في التنميه البشريه تيعطي الملك. نعطيو حنا نهضروا على مدينه مكناس الشباب ديال مكناس مساكن تيلعبوا الكره وركابيهم تيضروهم، ما عندهمش فين يلعبوا الكره، كلشي غودرون كلشي على الارض، كلشي تيلعب في الارض مسكين. فينا واد بوانو، فينا واد العامل، فينا هو فيه. ما كايناش حاجه وحدنا اللي عندنا الامن الوطني، الله يخليهم لينا مساكن اللي تيخدموا. عندنا الامن تخرج فوق ما بغيتي تدخل فوق ما بغيتي، والامن بعيد على الميزانيه وبعيد على كلشي. وعندنا واحد السي شاكر مسكين وكيل الملك عجبونا الله داك السيد كي الحسنه في هذيك المدينه والسي طرشوني والناس ديالو. هذه اللي عندنا الناس بعدا في الامن تيخافوا الله، ما يشد لك لا رشوه. هاد الناس تنجبدوهم نتحدى شي واحد عطاهم شي رشوه ولا عرض عليهم ما تعرفوش لا اعراضها لا والو، قانعين بهذاك الشيء ومتبعين التعليمات ديال سيدنا والسي الحموشي. ولكن اخوتي العزاز شوف الطريقه باش تسرقوا. ولكن حتى حنا الشعب خصنا دي 9 وخرج وحده ديال الله، دي 9 المليون وعطيو مليون ديال الله سبحانه وتعالى. حتى حنا مابقيناش نخرجوا الزكاه، بنادم تيبيع الصوت ديالو، بنادم حاضر تابعه الطالعه والهواده. واش انسان تيفيق حتى ل 12 وتيقول لك المغرب ما عطانيش؟ راه الله تيقول لك نوض توكل عليا وانا اللي نعاونك، وتيقول لك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا هذه الرساله لولاد الشعب، انه ولا بغينا نتحدوا راه حنا عندنا 3 سنين راه ما يبقاش الفقر في المغرب. راه 3 سنين ولاد الشعب الا درنا واحد الحساب بنكي فيه باسم ولاد الشعب ولا اسم مغاربه، وهذا الكونت يكون الناس مراقبينه، مراقب ماشي انا، كلشي مراقبه. غيكون هذاك الكونت اي واحد بغى يدخل له يشوف شحال فيه، اي حاجه تهزات تصرف غادي تصرف بالدلائل فين مشات وفين جات، ما يديرناش بحال العثماني ولا بحال اخ النوش وهذا. فهمتي اخوتي العزاز؟ والبلاد هذه تزيد القدام ونتعاونوا بعضياتهم. ورساله للجيران، الا كنتي انت عندك وطيبتي واحد الكاميله وعندك يسر، حاولي ديك الكاميله تقسميها مع جارك. ملي يجي طلع للطوبيس اخويا العزيز، طلعتي للطوبيس وشتي مرا قد امك، اقول لها تفضلي المهم جلسي وانت وقف. فهمتي؟ الا شتي واحد البنت ما تشوفهاش جنسيا، شوفها اختك. الا انت الله عطاك واحد الشركه او محلابه او كوافور او فلان او شركه او فلان وجيت تخدم واحد البنت، ما تطمعش فيها، حسبها اختك خدامه معاك. ولكن للاسف حتى حنا خايبين، حتى حنا ما تنبغيوش الخير لبلادنا. حتى حنايا بنادم عزيز علينا اللي يكذب علينا، عزيز علينا اللي يضحك علينا، عزيز علينا اللي يطنز علينا. راه تنقولوا الحقيقه، راه ماشي انا نقول لكم انا راه تنقول عاشا الملك، راه زعما انا راني بغيت وسام ولا بغيت كريمه. راه اللي تيقول تيظن يوسف زروالي يشد وسام ولا كريمه راه غلط. فهمتي؟ انا راه تنبغي الملك ونقدر نقتل على الملك، وبلادي نهديه عليها روحي. انا مدمن شي حاجه سميتها الملك، لانه الملك بريء من هذا الشيء هذا. الملك راه تيدير اللي عليه، الملك ما يمكنش يحمي البلاد، يجيب استثمارات، يدير كلشي. واش تظن انه العثماني غادي يهضر مع رئيس الامريكان باش يهضر على الصحراء ولا يضمن الامن والاستقرار؟ ما تيعرف حتى يهضر، يقول له سي ترام ولا شي طفي الضو، ولا يقول له سي ترام مسح النضاضر. واش عرفتي الملك تيهضر ب5 ديال اللغات؟ راه سياسي. والمغرب راه كلشي منيش فيه، كلشي منيش عليه. فهمتي؟ مني الحمد لله 4 سنين وانا تندير الخير، والعالم
جميع الاحزاب تيحفروا ليا، عمر شي محسن ما تشكى مني ولا قالوا ديك الزروالي عنده. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اللي عنده شي حاجه يديرها، اللي ما تيلقى باش يبرد على الزروالي او يبرد على قلبه تيقولك شفار، لانه باش يبرد حيت ما تيلقاو حتى شي كلام. نرجعوا للملك. راه الملك محمد السادس الله خلقه ملك، راه الملك راه بحال بانا حتى هو تيبغي لنا الخير، ولكن اخوتي العزاز راه تيعطي ولكن بنادم راه شفار. ها هو دابا عاد حيت 6 حاجه وحده اللي تيقولك الزروالي، وتا حنا راه تنبغيو ملكنا وتنموتوا عليه، حيت تيجيوني حوارات وانا تنقبل الحوار. راه انا ماشي عنصري، ولا خي واحد الانسان يكون ما تيبغيش الملك تنحترم الراي ديالو، ولكن كاينين شي وحدين ما تيحترموش الراي ديالي حيت انا تنبغي الملك. حيت انا تنشوف الملك هو الركيزه اللي عندنا، الا مشات هذيك الركيزه مشينا. هو دابا الوحيد كلشي تينادي الملك، كلشي تيبدا مسكين واخا تقول براكه تقول عاشا الملك، حيت هو الحل الوحيد. واش تقول عاشا اخنوش؟ والله ما يرحمك، الا رحمك اخنوش يا ربي انا تاخذ فيا الحق، والله ما يعتقك بدرهم، لانه اخنوش ما عاش الفقر باش يحس بيك. ملي تجي من يجي العيد كبير وما يحسش بيك، ما يعرفش بانه الام راه باعت حوايجها باش شرات الحولي. من غادي يجي يقولوا راه مول الكرا تيدق عليا، هو ما عمرو كرا باش يحس بيك. ملي تجي تقول له راه عندي سباطي تقبل ليا والشتا تدخل لي، ما يحسش بيك اصاحبي. ولا تقول له راني عندي سروات جين واحد تنصبنو وتنسنى يبس باش نلبسو، هادشي هو ما حسش به، يحس بك غير اللي داز بحالك. ولكن الا حنايا بغينا التغيير فنديروا يدينا في يد الملك وفي يد سيدنا ونخدموا البلاد. وسيدنا راه محشوف، حنا نديروا وقفه ان شاء الله، وقفه في المغرب في الرباط ولا في كازابلانكا ولا اما رباط اما كازا، نعم للملك ولا للاحزاب الفاشله. عطيونا شي حزب ولد الشعب، جمعوا الاحزاب ديروا شي حزب ولاد الشعب. راه هاد الاحزاب اللي كاينين دابا كاملين من الواحد ولا والله اللي شد الرئاسه تنقسم لك بالله حتى يزيد يفلسها، والله ما كاين شي واحد فيهم تيغير على البلاد. والدليل هذه تنصيفطها حتى للمخابرات، الدليل انه الحزب اخنوش لما انتقدناه سبنا وعايرنا، هو سبنا وعايرنا وحرش علينا الناس يسبوا لي ليا الصفحه ديالي فيها مليون ما خلى ما تيدير ليا، وهادشي كامل على قبالكم. وانه ملي تحرقات الرايات ما هضروش عليها. علاش ما هضرتيش استخنوش على الرايات تحرقات؟ على انت ماشي مواطن؟ على انت مش معيش في المغرب؟ علاش الاحزاب ديالك والصفحات ما هضروش على الرايه؟ علاش ما هضروش على سيدنا ملي تسب وما كاين مازال ما خلق اول مره اللي يسب لنا الملك ديالنا مازال ما خلق؟ المهم هذوك موسخين وشنكاره. علاش؟ لانك انت خفتي تهضر باش انت اهم ديالك تجمع الاصوات. ولكن انا ملي تنطلع تنقول عاشا الملك، راه عاشا الملك فقط 4 سنين وانا غادي على هذا المنهج. انا نهار اللي تشوفوني غادي مع شي حزب عرفوني انا الزروالي منافق منهج واحد. اذا اخوتي العزاز حنا راه مغاربه، راه ماشي شعب غابي والله اخوتي، وتعاوننا بعضياتنا، غير تحنينا لا عطاك الله عطيها صاحبي. اللي عندك دار بركه، حنا راه دايزين هاد الدنيا. الا عندك دار حاول تبني دار واحده اخرى فيها طروطاج وربي يمسك عليك. عيط واحد 3 ديال الايتام قول لها شنو بغيتي، الطبقه الاولى والطبقه الثانيه وعطيها لهم 3 وشوف ربي غادي يعطيك واحد السعاده. اقسم بالله ميزان ديال الخير والله العظيم الا واحد النعسه والله من نوصفها لكمش. والسعاده ديال الخير وتشوف. خويا العزيز الا انت رياضي وربي نعم عليك بالنعمه العقل، شد واحد انسان مدمن على المخدرات ولا شدو ديه، غتخلص الشهر خلص الشهرين، خلص الشهر ديالك والشهر ديالو. غادي تاكل وجبه انت ربي عطاك وجبه قسمها معاه، وجبه ديالك وجبه ديالو، وتكون بانك انت السبب باش رديتي واحد ولد بلادك اللي هو خوك. راه خوك هذاك المغربي، راه خوك واخا هو مدمن على التدخين والمخدرات ما تسمعش فيه. اللي عطا الله عطاه، ما نعذروهمش، ماشي زعما نلوموهم. وكل واحد ما هادشي ماشي حل باش يضرب يدو ولا حل باش يدير المخدرات، لانه الحل اللي بغى الحل هو يتقرب الى الله. ولكن اللي عطا الله عطاه خصنا نجروه لينا. على دابا تركيا اردوغان زعما هو اللي زاد بالبلاد؟ لا ماشي اردوغان، الشعب هو اللي بغى التغيير، والشعب هو اللي قاد مدينته. نعطيك واحد الحاجه، هي في الافلام ديال مهند جاب الملايين ديال السياحه،
حنا الممثلين ديالنا تيديروا البوليس في الاول والبوليس في الاخير، تيخلعوا حتى السياحين يدخلوا للمغرب، تتجي هي الصافي تتبان في الاول وتتبان في الاخير. هذاك الاخر تيقول واش المغرب هكا داير؟ بحال دابا كاينين واحد القنوات في اليوتيوب تيمشيو لابو ظبي وتيمشيو لدبي ويمشيو للعالم يديروا الاشهار لدبي والامارات، وعندنا مناطق في المغرب هباله ما كايناش في العالم، مثلا غير الجبهه ولا الحسيمه ولا طنجه والشمال وزيد وطلع الشاون ولا طلع الصحراء ولا زيد الاشقر وزيد. علاش ما تمشيوش ديروا الاشهار هاد البلاص وتجيبوا السياحه؟ علاش تمشي لدبي انت دير السياحه على دبي؟ تشجع دوله واحده اخرى وبلادك ما دير لها السياحه باش تجيب الناس؟ ما يمكنش. كاين اللي تيقول لك الزروالي تيهبل تيحمق، انا النهار كامل وانا هكا مع عباد الله مع المحسنين هكا، ولكن ما يمكنش اخويا. مثلا حنا تعرف شي ناس في مكناس بدر الطاهري وعدهم باش يخدموهم دابا 5 سنين ومازال ما خدموه وتيعبدوه. الله اكبر بدر الطاهر، الله سمع الله بدر الطاهر، الحمد لله بدر اودي. العبوديه لله صاحبي، ولكن الملك راه داك راه مالك، راه الله عطا، ان الله يؤتي الملك لمن يشاء. ومريض مسكين ما حيلتو يحمي البلاد، ما حيلتو المرض ديالو، ما حيلتو الشفاره، ما حيلتو النصابه، جاب هذا شفار حيدو، جاب الاخر كثر منه حيدو، جاب له قال لي واحد الزروالي خص الملك الشفار يديهم للحبس، و90% يمشي للحبس ديال المسؤولين. تمشي للاداره ضروري خصك تعطي الرشوه. القضاء تصور اصاحبي قاضي مثلا عطيك انا جاتك محمد قاضي في الدار البيضاء، هذا قاضي في الدار البيضاء في عين السبع، كان في المحكمه التجاريه ولا في عين السبع، عنده دار وعنده سياره وولادو في البريفي واللباس، هذا من اين له هذا؟ 3 المليون ما تقدكش. اذا وريونا التحقيق مع هذا السيد هذا القاضي اللي في الدار البيضاء في عين السبع، جاتك محمد جداك ولا جاتك محمد، وريونا هذا السيد هذا، ورينا هذا السيد هذا راه فاشل. انا تنصيفطها للناس المعني بالامر، انا تتحمل مسؤوليه السيد هذا تيشد فلوس باش يحكم، او واحد القاضي تيوقف قدام واحد ولد الشعب، سير راه عندك 8 شهور، سير راه عندك عام، سير راه عندك عامين. الله يا خويا ماشي حشومه عليك، ما تتخافش الله، ما تتخافش ان الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل تخرج في الانسان. انا تنعرف كاين واحد السيد بوليسي واخا نجبد سميتو واخا ما هو هشام البرغيتي. هشام البرغيتي هو من الامن الوطني، وصاحبي هو عنده واحد المنصب دابا، ولا هو كان في مكناس ومشى للحسيمه، والناس الحسيمه حماقوا عليه، ومن بعد صيفطوا السي الحموشي شخصيا صيفطوا لحيمولاي رشيد. شوف دابا كيرد حيمولاي رشيد والله العظيم يتي بالصنداله ديال ميكا ويعيط لبنادم كان حباس، وهذا تيقول له اجي انت هكا، اجي انت وما بغيتيش دير عقلك، تيقولوا امتى تبقى هكا، امتى صاحبي امك مسكينه تبقى تابعك بالقفه. تيقول له اخويا هشام هذا، تيقول له انا نعاونك ندبر لك على خدمه، وتيدبر له مسكين على خدمه. تيصدق هذاك السيد راجع الطريق على هذاك السيد، تيقول لك انا دابا شحال من واحد تيجي عنده بامكانه يعمر له يهودو للحبس، وتيقول له انت صغير ومازال جونتي ومازال نقيقيش بغيتي بالحبس. تيقول له واش تقدر توعدني ما تعاودش تجي؟ تيقول له نوعدك ما نعاودش نجي. وهذاك الولد ما تيعاودش يجي كاع، تتقاد ولا تيصلي ولا رياضي بسبب هذا. وكاين دابا واحد القاضي تتوقف قدامه تيقول لك راه انت راه شاد عليك 2 مليون 3 مليون لا 10 ولا 4، عندك 5 سنين. تلاقيت واحد المحامي الله يعمرها دار، واش عاود لي على القضاء؟ قال لي الزروالي كاين واحد الحل. قلت له شنو هو؟ قال لي القاضي اللي تيشد الرشوه القاضي اللي تيشد الرشوه يبان في التلفازه او في المحكمه يعلقوا في لافيش ديالو هذا القاضي شفار نصاب، او يهز واحد اللوحه يكتب شفار نصاب ويبدا يدور عليها في القهاوي هكا باش يلقى. كاين اخويا لا اله الا الله. واش الملك يمشي للقاضي، يمشي للمحكمه، يمشي للبلديه، يمشي لهذا؟ ومثلا دابا حنا تنشجعوا الجاليه المغربيه يهودوا يديروا مشاريع في المغرب، يهودوا وتيجريو عليهم، يعني الفقر ومنطقه فيها الكريساج اللي كانت المدينه الامنه صاحبي. اكادير يا اكادير، تسول الحموشي صيفط 400 شرطي لاكادير، هذه ما يمكنش يقبلها العقل. اكادير كانت مدينه سلميه، منين عايش هادشي؟ خوتي حنا تنغيروا على الوطن ديالنا، وفعلا انا ولد الشعب، انا راه ما عندي دار، ما عندي سياره، ما عندي، انا ما باغي والو من هاد الدنيا،
انا بغيت هي بلادي تبقى في امن وامان والدوله ملكيه، لانني تدافع على الملك. تنعاودها هو الوساده، هو العتبه، هو الاب ديالنا، هو فيه كلشي. الا مشى لنا داك السيد مشينا. ولكن واحد بزاف الناس يسالوني الزروالي حنا بغينا الملك والملك تنبكيو معاه والله يشافيه، ولكن الزروالي علاش ما تيحاسبش وما تيديهمش للحبس؟ هذا السؤال انا ما عارفوش، لان السؤال علامه استفهام. انا تنتسائل علاش مثلا انا اللي فضحت محمد ياتي محطه تصورته هنا في باريس غادي مع بنت اول جمعه في سيدنا رمضان في شونزيليزي في مطعم بينو، دخل معها اللوطيل، اول واحد التصويره ديالو هو يوسف، وهو سيدنا الساجب معنا وقفوا، ولكن ما داش للحبس. تيبقى السؤال هو تيعرف، ما يمكن ليش شي حوايج ندخل فيهم، لان هذا السؤال ما تنبغيش بحال دابا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد. ملي تبغي تكبر عقلك شكون يخلق الله وشكون تتقرا هذه الصوره وتتوقف، حيت الا بديت تزيد زيد 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 تتوصل شي حوايج راسك يضرك. اذا نوصل لهذه الصوره قول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لحقاش بعض المرات العقل تيبغي يهرب لك، ولكن الله عطانا هذه القران الصوره تنوقف فيها، حيت ما يمكنش نحلل كلشي. ولكن الا حنايا اتحدنا وكنا شعب نقيقي وما نلوحو الزبل في الارض ونتحنوا، ما نديوش امهاتنا دار العجزه، نتعاملوا مع والدينا زوينين، نتحنوا. الا مشيتي شي بلاصه وشريتي بيض شري لصاحبك، الا طيبتي الغدا عطي لجارتك، وتحنوا بعضياتنا. ملي نكونوا في الطوموبيل ما نديروش الكلاكسون طا طا طا، نركبوا فهمتي، نطلعوا بالنظام، نمشيو بالنظام، ما نبيعوش اصواتنا. والتحيه كل واحد انه ما عندوش مع اخ النوش بحالي، وباقي تنكرر انا نقدر نلقى اخ النوش نسلم عليه عادي، لانني ما عنديش مشكل مع اخ النوش عبد العزيز كملياردير، ولا عندي مشكل مع عبد العزيز اخ النوش لانه وزير الفلاحه فاشل وامين عام ديال الحزب فاشل وبغى يولي رئيس حكومه فاشل. العثماني هذاك مرفوع عليه القلم مسكين، هذاك ما عرفتش كيفاش حاربنا، هذاك بن كيران اللي كان ضد الملكيه عاود جاب لنا واحد كثر منه، ما عرفناش واش غادي نسلم على هذاك الرئيس ديال روسيا وغادي تران 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 يا عيشه ولا حاجه. خصك توقف راك رئيس، توقف وتعطي راسك قيمه. شوف الملك جا لباريس قسما بالله في 2016 والله ما نزل، بغى وزير الاول بغى يسلم، وزير الداخليه اللي بغى يستقبله والله ما نزل حتى جا الرئيس بالله. ترى الملك هذا احسن انسان بكم. بغينا بلادنا دقيقه، بغينا بلادنا تكون زوينه، بغينا الشباب نتعاونوهم ان شاء الله. والحمد لله دابا تندير واحد المبادرات ديال الشباب، وحنا نحطوا الرقم ديال الحساب، اللي بغى يعاون الشباب مباشره يعاونوا، واللي ما بغاش يعاون شغلو هذاك. فهمتي؟ كاين اللي تيقولك الزروه تيخربق، ولكن انا تنآمل بالافكار ديالي، وعندي الحمد لله عندي شخصيه قويه، ما كاينش شي واحد يزعزعني، والمبدا ديالي ما تنطيحش عليه. انا راه ملي كنت صغير تديني امي عند الحجام الكوافير تقولوا دير له حسنه ديال الملك. فهمتي شنو حسن الملك؟ حسن الثاني كان حسنه عاديه تنقولوا حسنه ديال الملك. كبرنا على حب الملك، كبرنا على الوطن. انت تتشوف بان الملك هو مولد المشاكل، انا تنشوف جهه الاخرى بان الاحزاب هما مولد المشاكل، وهكا خلقنا الله. ماشي كنا نكونوا نفس الفكر، ولكن راه الله سبحانه وتعالى قال تيقول في القران ديالو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه الله من حيث لا يحتسب. راه اللي اتقى الله راه ما يحتاج لا الملك ولا حتى شي حاجه. وانا تنشوف ملك راه بحال با بحال خويا خونا مسكين في الخطاب اللي خطب الاخير مريض، والله الا بكيت بالله. انا تنتمنى ديك المرض اللي عند الملك يجيني انا، ويبقى الملك في امن صحيح باش يحمي لي بلادي. حيت الا مرض لنا محمد السادس ولا مشى مسكين ولا بغى يدير عليه شي واحد انقلاب ولا شي حاجه، واخا حتى واحد ما يقدر يديرها، لان الملك عنده الامن ديالو. والحمد لله اللي ربي عطانا داك السي الحموشي والسي الفتيت حتى هو الله يعمرها دار. وكاينين الناس مع سيدنا في الخفاء تيخدموا وسميتو كاينين الناس تيخدموا الله يعمرها دار. تحيه السي فؤاد العمه مستشار ديال سيدنا الله يعمرها دار. السي فؤاد العمه تيعاون الناس، ما تيدخل في مشاكل ما والو. علاش السي الهمه تيتهاجم في شي لي باج؟ حيت واقف لهم هنايا حيت هو مزيرهم. هادشي علاش يهاجموا شي لي باج، وهاديك لي باج الا شتيهم غتلقاهم ديال اخ النوش ولا ديال العداله ولا تاع شي حزب واحد اخر.
الله يفسح. غادي تشوف غادي تزيان ان شاء الله وغادي نتحدوا. وانا تنقول لكم اللي معنا في هذا اللايف يبارطاجي. راه لا اتحدنا غير 3 سنين، احنا يا شباب نتعاونوا غير في 3 سنين والله ما يبقى الفقر من المغرب، والله ما يبقى الفقر. راه هيش جهه في حسيمه الشرق، جهه في الغرب، جهه هنايا، جهه في الصحراء، ونديروا شباب. شكون احسن شاب ديال هذه المنطقه؟ انا مثلا نكون في مكناس ونجيب معايا الشباب ديال مكناس، ديال كازا بوحدهم، ديال فاس بوحدهم، الشباب ديال بركان، الشباب ديال الحسيمه، الشباب هذا، الشباب الصحراء، الشباب العيون الداخله، ونديروا لي لايف وندير فيديو نقول لهم انا راه ريبت براكه اليوم وبدا عطيتها بارتما. يلا الشباب ديال المدن وحده اخرى شنو درتو نتوما؟ ونديروا التنافس، شكون احسن شباب ديال المدينه يدخلوا بلادهم، ونعاود نشدوا ديك الميكات ديال الزبل ونمشيو ونجمعوا الزبل ديال المدينه ونقيوها ونبنيو نديروا اشجار، واللي رسام يرسم لنا في الحيط، ونشريو هذاك الشيء ديال الطروه ديال الزبل حاشاكم، نديروا طروه الزبل، واللي يهرس شي طروه الزبل نعطيوه عام ديال الحبس، يمشي عام ديال الحبس ويخلص غرامه. اللي قطع الشانطي هكا عنده 500 درهم غرامه، ويخرجوا الزكاه. والزكاه لان لا خرجت الزكاه الناس الاغنياء ديال المغرب، لا خرجت الزكاه راه ما يبقى حتى شي فقير. وزيد البلاد ونتعاونوا ونتحدوا، لانه الناس اللي تيفكروا يجيو اوروبا راه مشاو بهذه العقليه، راه خدموا فهمتي. نشدوا واحد الارض، نشريو واحد الارض مثلا بمليار ولا جوج ونبنيو فيها مستشفى، وحنا نهديو هذيك المستشفى نهديوها للدوله، نقول لكم ها ولاد الشعب هداو لكم هذا. البرلمانيين ما نعطيهمش انا 3 المليون، نعطيهم 1 مليون، لانه هذاك الشيء اللي تيسرقوا راه اكثر من 3 المليون. هذيك الفلوس الاخرى نزيدها الناس ديال الامن والناس ديال العسكر اللي حاميين الصحراء والناس ديال الدرك الملكي، لانه الناس الامن الوطني والتعليم خصنا نتهلاو حتى في الناس ديال التعليم. بيان سور غادي تزيد البلاد القدام وما نتحسرفش اخويا العزيز وما نبيعش صوتي. ورساله الناس اللي موعدهم اخ النوش يخدمهم وقال لك اخ النوش بانه غادي يخدم يخدم، حاول قول الجوجه ديالك هي دوك الناس اللي مخدمين في الشركه ديالكم تهلاو في هذيك الناس وعطاوهم حقوقهم، هي ديك راري بهم بانه راه خدامين عندك. دوك الناس اللي خدامين عندك عطيهم الحقوق ديالهم، يكفي عاد انت تسناك تخدم. انا ما غاديش نتحسرف لك وانا ما غاديش نتباع لك فهمتي. وهذه رساله السيلفتيت، راه خصك دير واحد الدوره وتصيفط الناس السيلفتيت اللي في الخفاء. راه كاينين الناس في الداخليه وفي العمالات راه تيشجعوا حزب الاحرار بغى يطلع، وهذا الشيء راه ما خصوش يكون في عماله، لان العماله تابعه لسيدنا، الداخليه تابعه لسيدنا، وهذا الشيء راه ما بغيناش يكون. وهذا الشيء راه كاين السيلفتيت، هذا الشيء راه كاين. تبارك الله عليك عاشا خويا. السلام عليكم، تحيه لولاد الشعب، الله يحفظكم اخوتي، وديما الله الوطن الملك فهمتي. انا تفاجأت لماذا حزب اخ النوش لم يدافع على الرايه المغربيه اللي هي رمز الاستقرار اللي تحرقات. وانا منين انتقدت اخ النوش ناضوا تيسبوني وتيعايروني. شنو هي السباب؟ الزروالي مرتزق، الزروالي نصاب. نتحداك اخ النوش، لا انت ولا ديك المرتزقه ديالك ولا الحاسي الكابا اللي تيبيعوا صوتهم ب 100 درهم وكيلو ديال الكفته او الدجاجه، انني انا تعطي دلائل على النصب. كون كنت نصاب كاع ما ننتقدك وكاع ما نوحلك هنايا، ولكن اقسم بالله اخ النوش عبد العزيز والله ما تطلع رئيس حكومه بالله، وديما الله الوطن الملك، وما عمر العين تعلى على الحاجب، وديما انا ملكي وغادي تبقى تجي وتحني لسيدنا وتبوس يديه. انا طالب لسيدنا الله ينصرو، منين يجي هذاك زيد هود يديك باش يزيد يحني، باش تحني لسيدك فهمتي. تتوصل للملك تتفشل وهو اللي مطاقي عليك. راه غير كلمه من عند سيدنا يقول لنا حيد، واقسم بالله العاود ضربتي الضربه في هذيك البلاد، وانت عارف راسك ما مقبولش وعارف الشعب ما باغيكش. اما هذوك اللي معاك راه هي البياعه، هذوك راه هي ورثوا التبيعات على والديهم. اما الاحرار ما قدرتيش عليهم، ما قدرتيش تشري الرجال، ما قدرتيش تشري لانه ما تيبيعوش اصواتهم. وحزب العداله والتنميه هذاك الحزب مسكين راه مرفوع عليه القلم. شكون هو الحزب اللي نصوتوا عليه؟ والله ما كاين. باش نجيكم من الاخر، هادو كاملين هادو مع عداله تحيدوا. الا ما بقاش اخ النوش رئيس هذا يجي شي واحد امين عام شي واحد اخر واخا. اما ديك الشراكيه وداك اللي عنده وجوع عامر، منيح اللي تعيني وانا تنشوفكم اصاحبي، منيح اللي ما درتو حتى شي تغيير. تعطيوني انا اخ النوش عاوني شي شاب واحد ندير صويرتي في البروفير ديالك، غير واحد
انا ما تنطلبلكش جوج، هي شاب واحد. انا تنعرف ناس عبد العزيز اخنوش معاك في الحزب وما عيدوش، ناس معاك وما عيدوش، وتقول لي انت يا دير الكار، عاد عطي الكار لاكادير 30 كار ولا 10 كار باش يديو الكره. امتى عاونتي اكادير؟ امتى عاونتي نهضه اكادير ولا الفارق اكادير؟ امتى؟ حتى قربت الانتخابات. امتى طلعتي الازلال وشتي الفقر تما ديال بصح وشتي الناس يمنعسوا بالجوع؟ حتى لدابا وطلعتي والطاجين خلصوا عليك الناس. العثماني اللي اتقوا فيه الناس وعاونوه حزب العداله والتنميه اكبر فاسدين، كلهم تيجيو في باري يفسدوا. هذاك اللي وزير اللي في قنيطره لا داعي تيقول تيدخل عند بنت في الواتساب تيقول واش الملف مغلوق ولا مسدود. اودي الا جيت نعاود لك عليهم راه خليني ساكت. خويا يوسف انت راجل، انا بغيت المغرب يزيد صاحبي. انا راه مرت قسما بالله لا يدير لها سريه تضرني بالاعصاب. انا لا مرت بهذا الشيء هذا، تنشوف شباب ما عندوش وفعلا يقولك الزروانه تنحن في خوتي. انا ما عمري ديت على شي واحد، الحمد لله ما كاينش شي واحد اللي يتهاجم قد الزروالي. غير واحد درنا وقفه تنقول له اجي كلشي تيجي، ولكن باش انا واحد يقول لي الزروالي واش دير شي وقفه ضد الملك عمرك ما تجبدها. انا ما نقدرش نخون الملك ديالي، ما نقدرش. الملك ديالي هذاك راه مو عينيه. الملك والوطن والشعب ما نبيعوش، والوحيد اللي ما تباعش. والحمد لله جاتني فلوس كثيره باش نبيع الصوت ديالي للاحزاب ولا نبيع لواحد اخر. والله ما عمر شي واحد عطاني حتى درهم. اللي عمره عطاني شي درهم من الاحزاب ولا عامل ولا شي حاجه، وكاينين عمال الله يعمرها دار مع هاد العمال الله يعمرها دار، وكاينين الشفاره. الله يحفظك، الله يسهل عليكم الشباب، الله يسهل عليكم. انت الله يحفظك، نتوما في القمه، الله يسهل عليكم الشباب. الله يخلي لك المهم اخويا، يا ما لوح عليك هذاك الشيء ميديك، الله يخلي لك هذيك الوالده لوح عليك ما داك الشيء وسير لاصان، وما تفقدش الامان. ما تبقى اختي انت العزيزه تسمعيني، ما تبيعيش لحمك. ما تجيش وحده تغرك وتقول لك نديك عند واحد يعطيك 3000 درهم 4000 درهم. هذا خليك شريفه، وخلي اللي يرزقك اليوم يرزقك غدا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منها. والله اخويا العزيز احنا راه عارفين، والله حتى البلاد هذه مزيان. شتي فوقات مزيان البلاد ملي غادي نديرو يد في يد ونعاونوا خوتنا تحت شعار الله الوطن الملك. والملك راه خونا وحبيبنا وملكنا الغالي، الله يشافيه، الله يشافيه. راه هو اللي هز البلاد مسكين، راه بوحدو، راه تيدير كلشي بوحدو مسكين، راه ما حيلتو يدير كلشي، راه يد وحده ما تصفقش. راه كل تيقول لك فهمتي. وشوف ما يبقاش امل ديالك واحد هو اوروبا. نوض تعلم، دير التكوين المهني، دير الكوافور، دير طولي، دير الصنعه. انت الا جيتي لهاد البلاد تخدم، تعلم ودير الصنعه والله ما تندم عليها. دير الصنعه ودير دخل التكوين ودير واحد الدبلوم، شد دبلوم اجي به تخدم معزز مكرم. نعطيك مثلا شحال تيشد وزير 4 والطولي هنا تيشتي صورته 5 المليون في الشهر. طولي ياك الطولي حنا في المغرب نقدروا نحتقروه، وخا شريف وتحيه جميع الطوليين كلهم تحترموهم. والله الميكانيك والله تيصور 3 المليون 4 المليون كثر من البرنامج اللي هنايا. واخا ما يكونش عندك الوراق وتكون عندك صنعه تخدم، ولكن الا ما كانش عندك صنعه ما كاين والو. دابا مثلا نعطيك واحد الحاجه، تدخل واحد المكازا وتتشوف واحد التصويره زوينه تتقول واو تمنيت هاد التصويره تكون عندي في داري. هكاك بنت هنايا من الجليد هو تتشوف واحد الولد صحاح زوين نقيقي ما يسكر ما والو، تتقول تمنيت يكون راجل نتزوجو نجيبو. اي واحد تطمع، اي واحد تيشوف تتقول تمنيت يكون راجل. كذلك بنت تتكون واحد البنت دايره الحجاب ومنوره ونقيقيه وما تدير لا فساد لا والو، تتقولك واو الشي هذيك الله يعمر هذا. تيقولك والله اخويا كون عندي الامكانيات حتى نتزوجها. تيولي كلشي دابز عليها، فهمتي يا خوتي العزاز. ولكن دابا انت تتقول ودابا خويا يوسف انا راه علاش شحال من واحد كان مدمن على التدخين والمخدرات وغير عليه هذاك الشيء ومشى لاصان وترينا ولا واعر. راه الشيطان ولد الحرام تيقول لك لا 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 ولا ما تمشيش ما ديرش، واش الزروالي تيخربق عليك، لا صاحبي سي ضرب شي جوان دير هذا. ولد الحرام الشيطان تيبين لك الفقر، تيبين لك انه النجاح راه صعيب، هو بالعكس النجاح راه سهل. الا بغيتي توصل يخصك شويه الصبر. انت يوسف الزروالي دابا توصلت اللايف 2000. انا درت فيديو اول فيديو ديالي في 2015 2016 شحال شافوه 500.
حتى ولا الزروالي تيدير فيديو تيقول لهم اجي وتيجي الاف د الناس يديروا معاه مظاهره. علاش؟ بالمصداقيه والمعقول. والمعقول شوف، واخا يسبك شي واحد، واخا راه سر النجاح راه عنده اعداء، راه توقع غادي يسبوك، غادي يعايروك، غادي يتهموك. دابا مثلا اخوتي شوف الزروالي شحال عندهم اعداء. عندي لي بوليزاريو، انفصاليين، الاحزاب، واش الحزب شحال فيه راجيش، جميع الاحزاب ضد الزروالي، كلهم تيضربوا فيا. علاش؟ لانني ضدهم، حيت انا ما بغيتش نشرى لهم. غدا ان شاء الله نقول لهم عاش خنينيش، الزروالي يولي بالدار ديالو، بالطوموبيل ديالو، بالمقاهي، ولكن لا. اللهم احشرنا في جمرة الفقراء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ولاد الشعب، والله الوطن الملك. والله شوف، اقسم بالله ما عمر الملك عطاني شي حاجه وما عمر طامعش فيه. انا احبه في الله، والله يجعل ربي هذاك المرض اللي عنده يعطيه عليا انا، هو يبقى في صحه جيده، ولكن هي يبقى البلادي في امن وامان. هي ما نشوفش امي تسعى في الرومبوانات، وما نشوفش الوطن ديالي تيتشتت، غير يبقى لي محمد السادس، حقاش هذاك هو اللي زامتهم. تيتحمق دابا هاد الاحزاب هذا راه باغي المال الملك، والله ما بغاه الله. هادشي غير خوف، غير خوف. اخنوش براسو يحس بشي حاجه، راه اول واحد. انا بعد هذاك اخنوش تنخاف منه، ماشي تنخاف منه، ما عرفتش علاش ما ترتاحلوش، سبحان الله ما عرفتش علاش. انا نقدر ننتقد اعتماني كانه فاشل، ولكن ما تنكرهوش. هذيك اخنوش سبحان الله ما عرفتش علاش اخويا. من النهار اللي تحدى الفقراء هو تحدانا وندمناه. دابا تصور بنادم ملياردير وقال قرا في فرنسا، تيجي الزروالي تيقول له انت فاشل. انت هضر تخاطب الشعب وانا نخاطبهم، وانا نوصل قلوب الشعب وانت ما توصلهمش، لانني انا دزت المعاناه ديالهم، تنحس بهم، تنقول لهم الهضره اللي تتاثر فيهم. انت تهضر بالورقه. فرق كبير بينك وبين السي الحموشي، السي احتراماتي السي الحموشي العزيز، السي اخنوش، فهمتي؟ انا ملي قلت حموشي بقوه اللي عزيز عليا ديما تنجبدو. تبارك الله عليك. علاش دابا مثلا الحموشي حتى واحد ما تيكره حموشي، وكلشي تيبغيه، انسان تيتجاوب معنا، تيبغينا، محافظ على صلاه الفجر، عنده السرير ديالو في البيرو مسكين. تنتمنى السي الحموشي يدير واحد اعاده النظر في هذاك هشام الملولي، هذاك الشرطي هشام الملولي، هذاك الهشام الملولي والله الا وطني وزويون. هذاك هشام الملولي والله الا داك هشام الملولي وحق الله كنت انا بغيت ندير له شي تكريم. هذاك هشام الملولي تدخل القناه ديالو تتلقى مسكين تيدير واحد النصائح للشباب. شوف هشام الملولي مشى للحبس وخرج براءه، ومسكين تبعوه وطيحوه وعطاو صوره خايبه للحموشي عليه. انا عارف حموشي لا ولا جلس مع هشام ملولي تيتاتيت، حموشي يبدل الراي ديالو، لانه هشام ملولي عقليه نقيقيه ورياضي. تنتمنى السي الحموشي اعاده النظر في هذاك هشام، راه ولد الرياضه وزويون مسكين، غير حتى هو الصحه والزين والجهد بلا ما والعين البشر. الله يخرب مسكين الله يسعى، ولكن سبحان الله تيعطي واحد النصائح، ومسكين يمشي يتريني في لاصان ويجرد عباد الله. عرفتي شحال من واحد رجع مع هشام الملولي، هشام الملولي الشرطي المشهور، دابا مسكين راه وقفوه دابا وما عطاوش شي صوره خايبه، وديجا المحكمه حكمت عليه بالبراءه. والله الا داك الوليد عزيز عليا، وعزيز عليا داك الولد المهدي ولد فقيه بن صالح اللي تيكون هو وياه. سبحان الله شحال تيعطيو النصائح للشباب. ديروا هشام الملولي في اليوتيوب، وراه المهدي صالحي ويا ربي. المهم هشام الملولي في اليوتيوب، ودخل تشوف اصاحبي النصائح اللي تيعطي هذا الولد هذا. والله الا راجل هذاك صح، انا عزيز عليا هشام. وبزاف الناس تيشوفوا هشام الملولي داك الشرطي مشهور راه فايق وعايق. لا والله ما فايق وعايق، انا عرفته وهضرت معاه وشت ناس مسكين دار فيهم الخير، وهذا زوين. غير هو دابا هو عصبي، ماشي عصبي، هو هذا حيت هو ولد فنون الحرب. كاع اللي تيكون ولد فنون الحرب تيكون نيرفوز دغيا، تيتقلق دغيا، تيحسب هكا، فهمتي؟ اما هو غزال مسكين. دابا هشام الملولي شنو داروا له منين ولا من احسن الشرطيين في هذيك تيديروا هذوك التقديمات وهذاك الشيء. تصور هشام الملولي كان يكون امن خاص ديال سيدنا، حتى مسكين مشى للحبس. راه لاباس ما تسطعش هذا الولد هذا. انا بعدا راه تنقول له بازليك بانه دابا الان وصل ناجح من احسن فصاله في المغرب. تصور بنادم دخل للحبس، دار عمليه انتحار، كان امن وطني، تيشد الفلوس، كان عنده السلطه، حتى لقى راسو في الحبس. راه لا بال صاحبي، راه تكون اشهر بوليسي، اشهر شرطي، تلقيت راسك في الحبس وخرجتي راسك من هذيك الازمه. هذا راه خصو صاحبي انا
الا كنت نفكر ندير تكريم غنديرو هشام هو الاول بصراحه الله. وتنتمنى السي الحموشي الله يسهل عليك اعاده النظر في هذا هشام، راه لوز هذا الوليد. ودابا حنا في المغرب ماشي بحال امريكا ولا اوروبا، دابا هو الخدمه ديالو خدمه، ولكن الا بغى يدير فيديوهات حياته هذيك الخاصه. هذا كورمان كان بطل العالم وشرطي وتيمشي يدير ميسكيلاسيون ويدير اعراض الازياء ويدير السينما ويدير. حنا مازال ما وصلنا لك الثقافه انه الشرطي خصو يقول لا، الشرطي ما يمشيش للقهوه، الشرطي الا دابز في الزنقه تيلوموه هو راه مالك. حتى انسان الشرطه تا هما راه انسان، تا هو راه عندهم كاين عزيز عليه الموسيقى، كاين عزيز عليه الرياضه، كاين عزيز عليه التنس، كاين عزيز عليه الهوايات الصيد، كاين هذاك. ولكن هذا الشرطي يجي يلعب الكورته، يجي يلعب الكارطه في القهوه، ما يمكنش، راه هو انسان. او يجي يلعب الدامه، شو البوليسي تيلعب الدامه، ما يمكنش. دابا هشام من لولي مسكين هذا هو اللي وقع له، شدوه حرصوه مع الحموشي، بداو عليه الطاق تيدير تيفعل. البنات ولد البنات راه الولد صغير والزين الله يهديه، ولا كان تيدير شي حاجه الله يهديه، راه انسان. شكون ما تيدير شي على البنات، راه كنا هذه عاديه سنه الحياه، النساء منا وحنا منهم، فهمتي. ولكن المحكمه راه حكمت عليه براءه. المهم تحيه خويا هشام، راك عزيز عليا وعزيز عليا المهدي لهذا. علاش عزيز عليا هشام وهذا المهدي؟ لانه تيعطيو نصائح للشباب، وبزاف الناس رجعوا للطريق على خبال هشام. كاين شي واحد تيحب هشام هنايا، تحيه هشام، نعم الرجال خويا يوسف، دري واش هشام والله الا زوين. ما تبقاش تقولوا فايق ولا عايق، هذاك الولد راه ما فايق ما عايق، وراه مرضي الوالدين، هو ولد مدينه فاس. الله يسهل عليك اخويا جميعا. ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو ونتعاطفوا معنا اخويا هشام. انا لا كنت باغي ندير شي تكريم نديرو لهشام وداك المهدي، هادو الدراري تبارك الله فيزيكهم واعرين وتيعطيو نصائح وتيعطيو دروس. واحد الفيديو دارو هشام، شحال من فيديو تيديرو هشام واعر، تيدير فيديوهات فيلم قصير، دخلوا تفرجوا في اليوتيوب وشوفوا، انا تنتفرج له كاع الفيديوهات ديالو تيعجبوني، حيت تنتفرج فيديو ديال هشام تنخرج بواحد النتيجه ياك هي تيشجعني باش انا واخا انا رياضي، راه عارف وانا رياضي وتندير الملاكمه، حتى لا ديك السيمانه ما ترينيش تمشي نتريني، ولا تنتفرج واحد فيلم قصير بانه مشى مع واحد البنت ودابز عليها وتيقول لا، فهمتي تيدير افلام خطيرين. تحيه خويا هشام، والله يسهل عليكم ولات الشعب، والله يعاونكم، وان شاء الله غادي تزيان البلاد. وتحيه كل واحد عنده غير على بلادو وغير على الوطن ديالو، الله يحفظكم وراكم عزاز وغاليين. وكاين واحد النقطه خوتي بهشام على اخ نبيل مول الكلب اللي في بلجيكا، راه جا مسكين معنا اول البارح من المغرب، دار معنا وقفه هو والاستاذ عبد الاله الزيتوني اللي من احسن محامي في مراكش، محامي ما تعرفش شنو هي الرشوه ولا يديتها شي واحد، لانه ديجا ربي سبحانه وتعالى والديه خلاو له الله يسهل عليه والله يزيدو. جا مسكين نبيل اللي تيقولك انا مع حمزه مومبيبي، فهذه هضره خاويه. واش كون كان نبيل مع حمزه مومبيبي، انا حمزه مومبيبي هو العدو ديالو كتيسب ليا امي وعائلتي، واش نخليه؟ انا راه ذكي وتنطير بنا في السماء، السيد بعيد على حمزه مومبيبي وتيعاون الناس ودرويش، وشحال من واحد عيد له في العيد، راه شي 14 الواحد اللي عيد في العيد كبير من فلوسه مالو الخاص عيد له مساكن. وجا مسكين ودابا راه بغى يدخل واحد 250 فيلو للمغرب، هاد كل فيلو تيدير 2000 درهم. هشام هذا سميتو نبيل مول الكلب في بلجيكا، راه باغي يدخل واحد الفيلوات 200، هما هاد الجمعيه بغات تعطينا 500 فيلو، ولكن انا قلت له اخي نبيل 500 بزاف ما نقدروش عليها، قلت له نفرقوا هاد 250 وكل فيلو تيدير 2000 درهم، اذا 500 مليون 500 مليون مغربي تدخل. وهاد الفيلوات نفرقوهم في الجبال، الناس اللي ما تيلقاوش باش يمشيو مساكن المدارس او شي واحد تيخدم عادي ولد الشعب ما عندوش فين يمشي، نعطيو هذيك الفكره ديال خويا نبيل مول الكلب اللي في بلجيكا. واللي بغى القناه ديالو يدخل اليوتيوب يدير نبيل مول الكلب، حتى هو وليد زوان والله يعمرها دار. ونيبه وقع له مشكل مع نيبه، ونيبه حتى هو ولد الناس، ونيبه حتى هو ولد الشعب مسكين وداز من ظروف قاصحه. ونيبه حتى هو ملي مشيت لمراكش قبل ما يتعرف لا هو ولا انا، كان صديقي في مراكش حيت كنت خدام تما، ولدو كان تيتريني معايا الملاكمه، كان تيبيع الحوت مسكين 7 الحوتات ب 10 دراهم ديال السردين نيبه. عندك التاكل ولا الاخ فوزي. ولكن المشكل اللي وقع بين نبيل وهذا واحد عدو الله وراه هو في الحبس، هو اللي دار لهم المشكل. تنتمنى نيبه يسامح ونبيل يسامح والله يسامح على الجميع، بجوجهم عزاز عليا وبجوجهم دريوشين والله يعمرها دار، وبجوجهم ولاد الشعب تنتمناهم يتسامحوا. وتا البنت ديالو الله يعمرها دار حفصه حتى هي زوينه ومؤدبه وكلهم الله يعمرها دار. وخويا فوزي هشام من اليوس زروالي وبدر هاري
بدر هاري عزيز عليا، بدر هاري الرياضي الوحيد اللي تيعاون الناس. بدر هاري راه احسن من احد الرياضيين كامل اللي تتشوفوه، راه تصاور ولدي. بدر هاري راه تيعاون الناس وتيدير مدرسه وتيعاون الناس في العيد وتيعاون العائله ديالو. وقال لك بدر هاري انا تيضرب الناس عادي، راه فهمتي حتى ماشي ما راه تيجبدوه، فهمتي راه تيجبدوه. بدر هاري راه هز الرايه والدمايه حتى الشرشر، راه اول رياضي تيهز الرايه في فنون الحرب، عاد بلاو شي وحدين تيهزوها موراه. ودابا هما راه تيوصلوا لسيدنا بانه بدر هاري تيضرب الناس ولا والله الا شحال من واحد عاونوا بالله في قنيطره. تيجي عند الشباب هكا تيقول لهم اجيو، تيجي مسكين 5000 درهم 7000 درهم 8000 درهم يعطيها للشباب، يقول لهم يلاه سيروا السعيديه مولاي بوسلام. في لي كونفيرونس دو بريس كيهضروا بالعربيه، لا وتيموت على الوطن ديالو. ونتمنى له في شهر 11 وقيله شهر 12 عنده الكومبا، 11 11 شهر 12 لو 21 ان شاء الله يربح خونا بدر. انا عزيز عليا بدر هاري، تيخلي الرايه د هولندا وتيهز المغرب وكلا العصا على الرايه. بدر هاري واعر دريويش وتيعاون الناس. وما هزوهاش 22 لاعبين المنتخب الوطني. هشام القروج هو زوين، حنا تنهضروا على فنون الحرب، فنون القتاليه. هشام القروج ما راه العاب القوى، حتى هشام القروج الناس بركان عمرها هضر هشام القروج حتى هو. انا تنهضر لك على سميتو، على الفنون القتاليه. الفنون القتاليه اول واحد تيشهر الفنون القتاليه هو بدر هاري باش يجيو من الاخر، واول واحد تيهز الرايه والدمايه تتشرشر هو بدر هاري. عاد ولاو تيهزوها شي وحدين مور بدر هاري، واحترامات لجميع الرياضيين ديال المغرب كامل. تصور باش تعرض عليك انك تكون مع هولندا وهذا زعيطرا، حتى هو زعيطرا دريويس، حتى هو الله يعمرها دار، مخلق مربي متواضع. زعيطرا محافظ على الصلوات، الاب ديالو انسان متواضع هو اللي علمهم الصلاه. زعيطرا قبل ما يتعرف كانوا تيعاودوا لي عليه الناس اللي كبروا معاه في الالمان، الله يعمرها دار. واخا وصل اصحابه اللي قرا معاه واللي كبر معاه وما تكبرش عليهم، حتى هو وطني وملكي. ولكن بدر هاري حنا عرفناه قبل من زعيطرا، عرفنا بدر هاري عاد عرفنا هذيك زعيطرا هو وخوه الله يعمرها دار، متواضع وديما كلام الله في فمو، وتيدير واحد المطعم في طنجة، متواضع مسكين وعزيز عليه الضحك، الله يعمرها دار. ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق. هشام الرجوله، هشام مسكين، هشام الشورتي ان شاء الله دي ان شاء الله. انا عندي شي احساس انه ان شاء الله. شوف اصاحبي هشام من الاول علاش عزيز عليا انه واخا وقف ما بقاش مع الامن ومسكين وظلم ومشى وخرج براءه، ورغم انه بقى ملكي وتيدافع على الامن وتيقول كلام زوين على الامن، وفي مؤخرا في عين الدياب راه اعتق واحد الروح كانت غتموت، هو اللي بدا تيدير له مساج كارديو وكذا، حيت ضربوا شي واحد ومشى شد هذا وباقي تيخدم مع الامن. او واحد اخر كرة دار فيديو وظلمتوني ويجيب مو ويمشي للصحافة، ما قال والو، سد فمو ومشى. ولكن باش عجبني هو داك اللي بغاو له الشر، بغاو يطيحوه، طلع بوحدو. برافو عليه. انا هذاك الشيء تيدير هشام راه صعيب، راه الضغوطات اللي داز عليها مسكين والمعاناة وصعيب واحد اخر ما يديرش هكا. تحية لخوتي، السلام خويا ارجوك قرا ان شاء الله خويا العزيز ان شاء الله. اختي فاتي قلتي يوسف راه شحال فيك الهضره، ما تدخليش اختي العزيزه، ما تدخليش تسمعي ليا وعادي اختي العزيزه، وسيري عند الدومه وسيري عند هذيك اللي تيديروا فيديو جوجاتي اللي طالعين في الطوندون، جوجاتي لم تنام امامي اليوم، اللي حاطه الويسكي تقول لهم اجي تشوفوا راجلي غادي ندخل اليوم سكرانه. وتحيه لعمو باريز مسكين اللي جا عندنا وصورني مسكين وضرب معايا تماره. عمو باريز تحيه لعمو باريز الله يعاونو، راه تيدير واحد البرنامج زوون. وتحيه لكل شي تيحبنا وتيسال علينا خوتي، والله يحفظكم وتحيه لكم. وديما الله الوطن الملك ولا للاحزاب الفاشله، احزاب الفاشله. وتنتمنى ولاد الشعب، ما يقولكمش طلعوا في الطوبيس راه كاين واحد خينا ولا في الكار غادي يعطيكم الماكله، قولوا ما نطلعوش هاك الماكله، سيروا كلوها نتوما، قولوا سير عطيوها للاحزاب بيناتكم. حنا ولاد الشعب ما نتباعوا ما نتشراو، شعارنا الله الوطن الملك. وما مازال ان شاء الله نديروا لي لايف، مازال نفقهوا الناس باش يعيقوا.
لانه بقات لنا واحد اللحظه هما الاحزاب راه خايفين بانه الشعب ما يصوتش عليهم. انا ما تنقولش قاطعوا الانتخابات، ولكن تنقول لك اي واحد صوتوا عليه في هذا والو. شنو حنا نديرو هو انه بغينا من الملك للشعب، الشعب الملك، وتكون معنا الداخليه وحنا نخدموا البلاد. راه كاينين الناس يهضروا ب7 ديال اللغات، راه قيت في الجامع الفنا. جيب لي انا الاخ النوشي نتحداه يقول كلمه مفيده يا قاري، ولكن انا القرايه ماشي هي القرايه، هو انه الانسان يكون مثقف يعرف معاناه الشعب وداك الشيء وديه. اذا اخوتي العزاز، ورساله للحزب اخ النوش، الا كنتو تستناو اخ النوش غادي يعاونكم وغادي يساعدكم فراكم غالطين. الدليل انكم حنا ملاكين، ولاد الشعب ملاكين، وملي تيوصل هذاك الزعيم ديالكم عند الملك ديالنا راه تيحنيلو، لانه حنا الملاكين ديما تنبقاو الفوق وانتم الاحزاب ديما لتحت. وديما الله ينصر سيدنا والله يشافي علينا والله يخلي لنا كاع المسؤولين اللي متبعين التعليمات. ورساله ان شاء الله غادي نديروا ان شاء الله واحد الوقفه ان شاء الله ضد القضاء نص الصباح، حيت كاينين 70% بغينا القضاء يبداو يحكموا بالحق، ما يبقاش يظلموا الناس ويديو ديال الناس هذا 10 هذا. وبغينا الناس ووزير العدل ووزير سيدنا الله ينصرو يصيفط واحد اللجنه للمحاكم وتشوف الظلم في المحاكم، وتشوف قاضي دير التحقيق، قاضي تلقى عنده فيلا وعنده هو تيشد 2 مليون ولا 3 مليون، عنده 2 طوموبيلات، مرتو هذا وهذا، واكثريه المحكمه ديال عين السباع ديال الدار البيضاء او الاستئناف. شوف الدار البيضاء راه كاين الظلم بزاف، نبداو بكازا وحنا هوادين. اذا الله يعاونكم اخوتي ونموت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لخوتي العزاز المغاربة داخل الوطن وخارج أرض الوطن، وتنتمنى خوتي اللي معنا في هذا اللايف يبارطاجيه، الله يجازيكم بخير. إلا ما بارطاجيتيش هذا الفيديو هذا اللايف راك ما فيكش الإنسانية، وانت راك ما بغيتيش الخير لهاد البلاد وبغيتي دائما يبقى الظلم هنايا. إذا اخوتي العزاز كلشي بارطاجي معنا، الله يجازيكم بخير. حنا دائما في الموضوع ديالنا الذي نهضروا عليه اليوم هو على الاخ بوعيادي عبد اللطيف، كما تتشوفوا مسكين اللي تم الاعتداء عليه بالضرب محاولة القتل، والمتهم تم خرج بالبراءة ديالو او خرج عليه بدوز 140 ساعة وخرج. المهم نوصلوا اللايف نقول لكم معنا في الدقيقة الأولى خوتي العزاز 700. كلشي بارطاجي. اهلا سي الزروالي الله يحفظك، راك منور خوتي. انا اليوم ما منور ما والو، انا اليوم غاضب كثيرا وما غاديش نسكت على الحق ديال المظلومين وديال الفقراء. اليوم انا تنوصل الرساله ديالي للسيد عبد النبوي اللي مكلف بالنيابه العامه، اللي غادي نقول هذا اللايف هذا وتنتحمل المسؤوليه ديالو بانا بكامل القوى العقليه ديالي على وكيل المحكمه الابتدائيه مدينه مكناس على الظلم ماذا يقع في المحكمه الابتدائيه. انا اليوم ما جايش ننتقد القضاة، جاي ننتقد النيابه العامه بالاخص في مدينه مكناس. ماذا يقع من الحقره والظلم؟ واش ما كاينش قانون في هذه البلاد؟ واش كاين الحقره والظلم؟ واش الضعيف واش القوي ياكل الضعيف؟ واش اللي عنده الفلوس هو اللي خصو يعيش؟ واش اللي عنده السلطات والنفوذ هو اللي خصو يعيش؟ فالحمد لله فنحن في دولة ملكية برئاسة سيدنا الله ينصرو، وسيدنا لا يقبل الظلم. اخوتي تنتمنىكم اخوتي تبارطاجيو معنا هذا اللايف، الله يجازيكم بخير. نوصلوا ل 2000 وغادي نبداو. بارطاجيو معنا الله يجازيكم بخير. حنا تنضحيو من اجلكم وتنوصلوا الصوت ديالكم من اجلكم، وتنساعدوا بلادنا باش نزيدوا الختام وتندافعوا الوطن ديالنا الغالي اللي كبرنا فيه وتربينا فيه. ولكن كاينين شي وحدين ما يستاهلوش يكونوا في شي مناصب لانهم طغاو، وكل طاغي له نهايه وكل فرعون له موسى. غادي نوريكم اخوتي العزاز انه رجل مسكين بوعيادي عبد اللطيف
شد الاجازه ديالو في 1989. ربما قاري حسم هذا الوكيل الملكي اللي ضربو، يتكلم ب3 لغات، ولكن هو مسكين شاء القدر ومريض نفسانيا. تم النصب عليه مسكين، وتم الضرب النصب عليه من هذاك المجرم اللي بغى يديرو الارض ديالو، وشدوه وضربوه وتعدى عليه. اخوتي العزاز، بارطاجيو معنا، الله يرحم لكم الوالدين. الناس اللي معنا في اللايف يبارطاجيو. كما تتشوف اخوتي، ها هو السيد مسكين هذا تم اعتداء عليه، شوف بطريقه وحشيه اللي ما يقبلها حتى شي واحد. اخوتي العزاز كما تشوفوا في الصوره، وغادي نحكي. شوف مسكين، شوف عينو كيفاش دايره. اللي خاصكم تعرفوا اخوتي المغاربه الشرفاء بانه هذا البوعيادي حميد، بوعيادي عبد اللطيف، فهو خال ديالي انا، وما كنتش عارف هذا الاعتداء اللي تعداو عليه. حتى البارح قالت لي الوالده ما كنتش عارف نهائيا، ولكن اليوم منين عرفت بانني غادي نشد الحق ديال خالي، وغادي نوقف معاه ضد الوكيل الملكي المحكمه الابتدائيه في مدينه مكناس، اللي الكل تيتشكى منه، الكل يتشكى من هذا الوكيل، والكل يتباطأ في الشكايات وفي كل شيء. شوف اخوتي العزاز، الله يرحم لكم الوالدين، هذا السيد خالي وحنا دائما تنتهلاو فيه لا انا ولا خوالي، ما خصو حتى شي خير. والدليل الا مشيتو الان هو في الباديه وما تيبغيش يجلس معنا، لانه مسكين قرا بزاف ومريض نفسانيا، تيبغي يكون بوحدو. وانتم عارفين انا تنتهلا في براني، ما يمكنليش خالي ندوزو. مؤخرا مشيت قبل رمضان ب3 ايام او 4 ايام، مشيت لعندو حتى المولاي ادريس الزرهون، هو ساكن في قياده سيدي عبد الله الخياط، وعطيته 1000 درهم، ما خصنيش نقول ولكن بالتفاصيل. قلت له خالي كي داير لاباس؟ قال لي لاباس. قال لي مزيان هادشي تدير فيه، ومزيان تدافع على الوطن ديالك، ولكن شد لي حقي. قال لي شد لي حقي 3 المرات ولا 4، تيقول لي شد لي حقي، وانا ما فهمتش كيفاش يشد حقي الخال ديالي. شوف اخوتي، تعدى عليه مسكين واحد السيد اللي ديجا هذا المجرم هذا اللي ضرب خالي، ديجا خوه قتل روح وبقى هارب حتى مات، ديجا هما قتاله. تيدخلوا الارض ديالو، وخالي مسكين قاري وعنده الاجازه في 1989. اذا شوفوا خالي فوقاش شد الاجازه ديالو في 1989، مسكين ماشي ديال العصا، ماشي كلشي. شوف كيفاش كرفصو. محاوله القتل اخوتي، وانا جاي لكم. السيدي عبد النبوي، الحاج عبد النبوي، هذه رساله ليك، هذه رساله ليك. شوف هذا السيد هذا، شوف مسكين كيفاش دقدقو. انا عاد جايكم دوسي واحد اخر. شوف اخوتي مسكين كي دقدقو. شوف، سولت خالي البارح، عيطت له قلت له خالي ملي كان تيضربك؟ قال لي ملي كان تيضربني تنقول له حاول عليا راه ما عندي صحه، وتيبكي مسكين، تيقول له حاول عليا راه ما عندي صحه، وتيهز العمود وتيضرب فيه، لا حنين ولا ما حن فيه ما والو. ها هي هي الشهاده الطبيه 25 يوم، 25 يوم اخوتي العزاز. ولكن حنا ما كنتش هنا، انا كنت في فرنسا. جا خالي من الدار البيضاء، وجا ولد خالتي فريد، ووقفوا معاه والوالده ديالي وداروا له شهاده طبيه. مشاو عند الدرك الملكي في سيدي علي، الدرك الملكي ووقف معاهم، ومشى جاب هذاك السيد واعتقلوا 48 ساعه. ولكن السي عبد النبوي لما داز عند وكيل الملك تم افراج عليه، وعنده شهاده طبيه ب 25 يوم. ومحاوله القتل بدا تيضربو حتى سخف مسكين، ولا تيضربو حتى سخف. شوف اخوتي الظلم والحقره في مدينه مكناس. نتوما غادي تساعدونا اخوتي العزاز، هو بالبارطاج. الله يجازيكم بخير اخوتي العزاز، واللي في قلبه الانسانيه هو يبارطاجي. لا خوف الان، راه كل مسؤول لازم محاسبه ديالو. احنا راه جمعيه ملكيه للمغاربه في اوروبا، راه هزينا الرايه خارج ارض الوطن، وتجبدوا علينا وتسبونا خارج ارض الوطن. ما تنساوش بان يوسف الزروالي من المناضلين الشباب 2011 لما خرجوا 20 فبراير تيطلبوا برئاسه الحكومه، راه حشاو فيا جنويه في يديا كما تتشوفوا هنايا في الدار البيضاء.
مشيت من مدينه مكناس حتى للدار البيضاء تناضل على الملكيه وتنقول عاش الملك، هزينا الرايه. ولكن انت سيد الوكيل الملك هنايا في المحكمه الابتدائيه فقط، نتكلم على المحكمه الابتدائيه، ظلمتي خالي وظلمتي ام ديالي وظلمتي كل شيء. علاش؟ تما خوتي العزاز بالله عليكم، واش هاد الشاب هو خالي مسكين عنده الاجازه في 1969؟ انا خوالي كلهم قاريين. انا عندي خالي، لا كانت المخابرات المغربيه متبعاني، عندي خالي بوعيادي حميد في دبي ومصيفطينو لافياسيون ديال المغرب لدبي، الا ما عطاش طوريزاسيون للطياره وهادشي الشيء ديال الميكانيك وقاري. وعندي خالي بوعيادي عبد الغني في واحد الشركه اللي عندي الاسم ديالها، هو مدير ديال واحد الفرع اخر ان شاء الله تيزيد يقرا. وعندي خالي نور الدين في طنجه تا هو كبير في واحد الشركه. كل عائله امي ليس لها سوابق البوعيادي. وهذا السيد هذا مسكين عبد اللطيف هو اللي هو خالي. الناس اخوتي بارطاجيو معنا، قرا حتى عيا مسكين، قرا حتى عيا ومرض، مرض مسكين لانه مرض وهو ما تيبغيش يجي عندنا. تنقيلو كاع خوالي ولا خوالاتي كلهم تيحبوه ولكن ما تيبغيش، هو اللي عطاه، هو تيبغي يكون بوحدو. ولكن خالي كاين خالي في الدار البيضاء داير له شهريه وانا تنتهلا فيه وخوتو تيتهلاو فيه. والان الناس اللي ديال الدوار تاع الغزا سيدي عبد الله الخياط يعرفوا بانه الا مشيتي عنده النقا هو اللي عطاه، ما تيبغيش يهضر معنا، ما تيبغيش يجي ولا عند امي ولا عند خوتو، ما تيجي مسكين هو مريض قرا حتى عيا. شوف اذا راعي واحد غير ما قاري حتى حرف، ما قاري حتى جمله مفيده، شد واحد اللي عنده الاجازه في 1989 وكرفسو مسكين. شوف اخوتي دابا هنا بدا تيضربو. انا ملي هضرت معاه قال لي باقي تيضرني، الكلاوي ديالي تيضروني يا ولد اختي. شوف مسكين، شوف شنو دار له. ولكن بقات فيا واحد الكلمه، شوف شنو دار له. هو مسكين تيضربو وتيقول له انا الله يرحم الوالدين راه ما عندي صحه، ولكن للاسف انه راه عنده ولاد خوتو منهم يوسف الزروالي، انا راه رياضي نشدك ندقدقك ولكن حنا تنتبعوا القانون، حنا تنتبعوا القانون. ولكن سعادة الوكيل المحترم هنا في ليس محترم، انا ما تنقولش محترم، انت ليس محترم، انت حقار، انت شديتي الفلوس باش خرجتو هذاك وخليتو خالي مسكين انه قال لي واحد الكلمه، قال لي انا ما نقولش عاش الملكه ولد اختي، قال لي لانه ضربوا لانه خالي عندنا واحد الارض تما في موليدير الزرهون كان خلاتها جداتي الله يرحمها وجدي وخوالي وكلشي سمحوا له فيها، كلشي سمح له فيها، هي سمحنا له فيها لانه مسكين هو تيترزق فيها، الله تيدير الزيتون وداكشي. هذاك المجرم ديجا هما مجرمين وخو قاتلوا روح. كل مره خوتي العزاز تيدخلوا الارض تيزيد له شويه. خالي مسكين ملي تيجي تيهز هذاك الحجر وتيلوحو تيردوا الارض ديال الاخر تيبغي يديروا الارض ديالو صحه، كل مره تيزيد له شويه. منين واحد النهار ياس مسكين شدوه في الخلا هز العصا وبدا تيضرب فيه مسكين كانه لا الحيوان، ما نبغيولوش هذا الشيء. الدرك الملكي قام بالواجب ديالو، فهمتي؟ قام بالواجب ديالو وتم اعتقال هذاك السيد، ها هو تم اعتقال ديالو 48 ساعه. ولكن ملي داز النيابه العامه هنا في مدينه مكناس تم خرج، ومنين خرج شنو قال الخال ديالي؟ قال له 2 المليون كانت كافيه عليك، 2 المليون كانت كافيه عليك. انا لم ادري بهذا الشيء، ولكن انا البارح منين عرفت ما دانيش النعاس، ما نعاش نهائيا. وانا قلت لخالي غادي نشد لك حقك وغادي نوقفوا وقفه رجوليه باش نشد الحق ديالك. غادي نزيدكم اخوتي العزاز، هاد الولد هذا شوفوا هاد الضربه هذه، شفتوها؟ شوفوا هاد الضربه هذه، خصكم تشوفوها، هاد الضربه خصكم تشوفوها هذه، شوفوها. هذا ولد مازال شاب سميتو الروداني سفيان هنا في مدينة مكناس. شوفوا الضربة هذه باش تعرفوا أن الظلم ماذا يقع، السي عبد النبوي ماذا يقع في مدينة مكناس وفي المحكمة الابتدائية. عكس أنا غادي نجي نتكلم على المحكمة ماذا يقع في محكمة الاستئناف، العكس بيناتهم سبحان الله وما عرفنا علاش. شوف هاد الضربة خوتي، هذا الولد هذا ضربوا واحد الولد هنا في مدينة مكناس دار له 14 الغرزة في يدو ولا 16 الغرزة، شوفوها. وهذا الولد الروداني سفيان انسان رياضي، دار شكايه
وقفوا امام الوكيل الملك، خرج الاخر قال له راه تينا ضربني. هاد الولد ما عنده حتى ساعه في المحكمه ولا في الكوميساريه، وخرج وقال له بانه درتو تبادل الضرب. الاخر مسكين مقطع 16 غرزه. علاش؟ لانه هاد الشيء هذا هاد الشيء هذا هو اللي درت رساله للسي عبد النبوي، وكنت غادي ندير لقاء معاه، ها هي، ولكن جا الحظر الصحي باش نقول له ماذا يقع في المحكمه الابتدائيه في مدينه مكناس. خوتي العزاز، هادشي هذا كامل تيضر في الخاطر، وعيب وحشومه علينا اننا انسان يدخل ظالم ويخرج فرحان. لا يعقل، لا يعقل اخوتي. وديجا خصكم تعرفوا اخوتي العزاز، هذه شكايه واحد السيد سب لي الام ديالي، هذه 8 شهور 8 شهور السي وكيل، 8 شهور. انت وكيل وانا رئيس الجمعيه الملكيه، وانا قمنا بشي دور ما قمتوش نتوما. منين طلع البلاد في 2011 كنا حنا واقفين مع سيدنا وقفه رجوليه، ومنين سيدنا الله ينصرو دار العمليه على القلب والانفصالين والبوليسار خرجوا بانه في باريس تم موت سيدنا، حنا اللي وقفنا وهزينا الرايه في باريس. ما هزيتوهاش نتوما، ما جيتوش نتوما هزيتوها معنا. انا غادي نوضو شي الحاسين الكابا، خصكم تعرفوا الحاسين الكابا بانه النيابه العامه او سيدنا راه ما عزيزش عليه اللي تيبدا يجي انا تضامن مع هذا الوكيل، انا تنضامن مع هذا فيما كانت شي وحده بنت الشارع. سيدنا عزيز عليه الرجال الشجاع اللي تيفضح الفساد في اعلى سلطه، هذا هو اللي تيبغي سيدنا، وهذا هو اللي تيبغي السي عبد النبوي ولا السي الحموشي ولا السي فارس ولا السي عبد الفتيت، تيبغي الرجال. السي الفتيت انسان طيب الله يعمرها دار، من احسن وزير الداخليه ولا السي عبد النبوي، ولكن اخوتي العزاز واش تقبلوا انهم يكون واحد انه الضرب هكا وفي الاخير يخرج؟ ما يمكنش، لا يعقل. هادشي ما خصوش يكون اخوتي، وما غاديش نسكتوا عليه. خصكم تعرفوا بانه السيد الوكيل العام للمحكمه الابتدائيه محكمه السيناف فرق كبير بيناتهم. السي رشيد التشفين انسان طيب، انا تنعرف عليه غير الخير، كل مدينه مكناس تشكرو، الاخر كل مدينه مكناس تشكى منه. تنطلبوا بالسي عبد النبوي زياره مدينه مكناس شويه. السي عبد النبوي الحاج عبد النبوي من حقنا تجي، من حقنا كانت تجي تزور مدينه، من حقنا انك تشوف هذا الشيء هذا. هل يعقل السي عبد النبوي انه سيدنا الله ينصره ويطول في عمره حطك في واحد المكان اللي تاق فيك والشعب تاق فيك، وانه الظلم في المحاكم، الظلم والحق راه هنا في مدينه مكناس، عكس ما تنشوفوا مدينه الدار البيضاء برئاسه السي انيس الانسان الوفي. تنشوفوا مدينه خميسات، ها هو كان نائب السي الياس طلع في خميسات، شاب الله يعمرها دار. سير شوف الوكيل الملك المحكمه ديال السطات المحمديه، ها هو جارنا في مدينه فاس، كيفاش التعامل وكيفاش الاخلاق مع الناس، ما تعرف لا علاقه لا مع سياسيين ولا مع والو. اذا اخوتي العزاز خصكم تعرفوا بانه انا ما غاديش نسكت، ولا بغاو يعتقلوني لانهم تعداو لي على خالي، الخالي مسكين اللي هو مريض نفسانيا وما عندوش كو كان غير هو صحيح. شوف اخوتي، ها شوف الاعتداء اللي تعداو عليه اخوتي، شوف اخوتي العزاز، واش كاين شي واحد يقبل هكا؟ واش مسكين ما عنده كو كان غير صحيح، كون جاو هي شي واحد صحيح نقول له بيناتك معاه طاقي على راسك، راه خلق الله، ولكن هو مسكين بريء سلمي عنده اجازه، واحد انسان مولف السيلو، فين غادي تزيد ضربو نتايا؟ ضاربو الزمان مسكين، سد عليه نهار كامل وسد عليه باب الدار ديالو، ديجا هو مريض يتيم الام يتيم الاب، وتزيد طحنو نتايا وتضرب فيه كانك كتضرب في واحد انسان حيوان، وما نقدروش نديرو هكا. ولكن ماذا يقع في مدينه مكناس في المحكمه؟ الظلم. انا ما تنهضرش على القضاة، انا تنهضر على النيابه العامه. الظلم، واول واحد يحاربكم هو يوسف الزروالي اللي واحد لكم هنايا، لانني ما غاديش نمشي معكم في الظلم ديالكم. خوتي العزاز، هذاك النهاريات مشينا لمحكمه السيناف ولقيت شي وحدين اللي حكموا عليهم ب20 عام انه ربما داروا علاش، وكان شي جمعيات اللي تيحرضوهم على سيدنا وتيحرضوهم على الوكيل الملك وكيل العام. ووقفت انا 10 ايام هما ناعسين في الارض، 10 ايام هما دايرين مظاهره ونوضتهم في 4 ساعات كما تشوفوا. هذه
ولاو تيقولوا عاشا الملك اللي كانوا محرضينهم شي حقوقيين ضد سيدنا ومحرضيهم 20 فبراير ومحرضيهم العدل والاحسان، ولاو تيقولوا عاشا الملك، ووقفت معاهم وباقي واقف معاهم، لانني ما نبغيش نشوف مدينه ديالي فيها مظاهرات. ولكن نتوما ماشي ديال التكبيره، نتوما انسان خصكم يفضحكم. ها نتوما ها انت خوتي وناضوا. انا نقولكم حتى نفسه الهوندا اللي سمعت الشهيد صعيط الهوندا ما بقى حتى شي واحد هنايا. ان شاء الله غادي يكون هي الخير. قالك دعي الخير نوي الخير تلقى الخير. وقفت معاهم وسمعوا اش تيقولوا. الو ولدي السلام عليكم. حليتي علينا هاد الباب وحيدتينا من ديك الشمس وفاجيتيها علينا سير الله تعالى، وهاد العواش اللي داخله يفاجيها عليك ربي، وما وقف على كل شيء، والدراري فرحوا. امين عمر اللي مسكين مريضه له رجلو راه فرحات، وعاودنا لها شنو قلتي وراه عجبها الحال، وقالت لك ها انت والدراري اللي في الحومه قلناها لهم وعرفوك وقالوا لك داك السيد راه مزيان، واللي في الحبس قلناها لهم وراهم اللي عرفوك الا انت عاد تامنوا بنا. هاد الناس حكموا عليهم ب20 عام، ربما ما عرفتش على شنو داروا، كانوا دارين مظاهره وجيت وقفت معاهم، ومني شافنا وكيل العام وقف معاهم، صيفط لنا واحد اللي كان في الباب وقالنا واحد فيهم يطلعوا وطلع، واستقبلهم وكيل العام سي رشيد بن تشافين، واستقبلهم احسن استقبال وتعامل معاهم، وقالوا لهم بانه كاين واحد دايرين يضرب على الطعام، وصيفط لهم. تدخل عند استاذ تشافين، تدخل تتواجد، تدخل عنده واحد معصب عليك، ما تيعطيكش وقت تقمع عباد الله. انا ما تقمعنيش، انا وقفت لك هنا ما تقمعنيش. انا يجب حقي بيدي، ربما بغيتي دير هكا ولا هكا ودرتي عليا بحث وما لقيتي حتى شي حاجه، درتي عليا بحث وما لقيتي حتى شي حاجه. انا ديك الناس اللي داير بهم شكايه كاملين هنايا كلهم انا شد هكا، هادو اللي داير بهم شكايه هما هادي في خميسات، هذيك الاخرى اللي قالك فيديو اباحي مسكينه ولا تبكي قدام الوكيل، هادو كاملين. هو هذا محمد دالي اللي تيطير راه ود الحبس وباقي غادي يود على انه هاد الشكايه درتها بواحد اخر تيقولوا له كاينين بزاف الشكايات لها هو، وقبلتيهم رفضتيهم، ولكن ملي درت وقفه قبلتيهم وما حققت قبلهم، لانني مواطن مغربي غيور على هذا الوطن الجميل. ما انا بغيت نفضحك لانني كرشي خاويه ما فيهاش العجينه، لو كانت كرشي فيها العجينه غادي نقول غادي نرجع بحال الله، ولكن انت ظالم. خصك تمشي من هذه المدينه مكناس، من هذه المدينه لا تشرفوا مدينه مكناس. ها هي الشكايه الاخرى، وعادوا عيطوا له البوليس من السطات جا واستمعوا له، وخصنا ندوزو مع الحجر الصحي. قال لك خاصكم تعرفوا اخوتي العزاز، الله يجازيكم بخير، خاصكم تعرفوا بانهم القانون فوق كل شيء. برافو عليك خويا زروالي. ها حنا تنديروا اللي قدينا عليه، راه كاينه وحده كانت وقفات ضدي في المحكمه واش 8 د الناس، ومني طاحت انا ما عقلوش عليها، فهمتي؟ باش نقول لكم واحد الحاجه، وديما عاشا الملك، بغاو يكرهونا في الملك ديالنا ويكرهونا في وطننا، ولكن ما تقدروش، ما غاديش تقدروا. حنا بغينا يتم التحقيق، بغينا يتم التحقيق اخوتي العزاز في هذا الدوسي هذا عبد بوعيادي عبد الغني اللي تم اعتداء ديالو بطريقه وحشيه. وشاهد شوف اخوتي مسكين عينو ضربوه، شوف عينو زرقاء، وشوف اخوتي هنايا، شوف مسكين هنايا في السروالاه قوه العصا مسكين، راه ما يقدرش مسكين يهز يدو. شوف اخوتي ظهرو كله مسكين، قالوا لي بانه شهر هو مسكين ما تيقدرش يتحرك لا هكا ولا هكا، هو تيدير المسخون وهذاك الشيء. هذا الشيء راه عيب وحشومه، وحنا تنتمنى في السي عبد النبوي انه حنا عندنا دليل قاطع على كثير بزاف ما يتقال على المحكمه الابتدائيه بالاخص النيابه العامه عندنا، ولكن تنتمنى كما تيدير السي الحموشي. حسين حموشي ملي تيصيفطوا رساله ليه تيستجب الانسان وتيتم التحقيق معاه، تيقولوا عطينا ما يفيد. انا عندي ما يفيد كثيرا، عندي ما يفيد، ومني جيت نهضر فانا تنهضر على الحق، فهمتي؟ وانا ما غاديش نسكت لك،
راه ما غاديش نسكت لك. حاربنا وزراء وحاربنا برناماليين، وهذا الشيء كامل شكون اللي داروا اخوتي العزاز؟ داروا واحد البرنامالي هنايا هو تابع لواحد الحزب. كاين واحد الحزب هنا في مدينه مكناس اللي فضحتهم وما بغيتش نتبعهم في الظلم وبغيت الخير للمدينه ديالي، هو اللي تيحرض عليا، ولكن ما قدرتيش. انت فاشل، ما قدرتيش. الله ينصر سيدنا، فيحيى الملك، فيحيى الوطن. والدليل اخوتي العزاز مني بدا هذا الحجر الصحي وحنايا تنجريو من المدينه للمدينه ومن الحي للحي ومنتقاتلوا على الوطن ديالنا ونجبدوا فلوسنا ونعطيوها. فتحيه كبيره للقوه المساعده، فيحيى القوه المساعده، فيحيى القوه المساعده، فيحيى الداخليه ويحيى الناس الامن الوطني. تنتمنى من السي عبد النبوي انهم يعيط ليا ويستدعيني، لانني راه تنتهم وكيل الملك، راه تنتهم راجل منك. عيط ليا واستدعيني وقول لي ما شنو عندك، وإلا ما كانش عندي ما يفيد فهذاك طبق عليا القانون. وبغيتك سعادة الوكيل العام اللي على الكل السي عبد النبوي، هل تقبل انه انت حاج بيت الله ولمستي الكعبه لاحسن ارض وعطاك سيدنا عطاك واحد المنصب قبل انه تشوف واحد مظلوم ويعاود الاجازه في 1989 وتسمح في هكا؟ فانا ما نسمحش. والتحيه للشرفاء والتحيه للوكلاء الشرفاء اللي يخافوا الله رب العالمين. اما اللي فكر شو العجينه راه باين. وحنايا ان شاء الله غادي نتابعوا هذا وكيل الملك محكمه الابتدائيه في مدينه مكناس، غادي نتابعوه قانونيا باسم الجمعيه الملكيه المغاربه في اوروبا. وكاينين جمعيات حقوقيين اللي عيطوا لي خارج ارض الوطن اللي بغاو يتضامنوا معايا. تحيه للجاليه المغربيه في هولندا، عيطت لي الجمعيه في هولندا، جمعيه في بلجيكا وجمعيه في باريس اللي بغاو يتضامنوا معنا. الله يجازيكم بخير. دابا ما ديروا والو، ان انتردي ديروا وقفات. حنا غادي نتضامنوا ان شاء الله وغادي نشدوا حقنا وغادي يمشي بحال هذا السيد من هذا. وبغينا المحاسبه، ياك كما تتحاسبوا مع واحد اخر فتحاسب. فلماذا السي عبد النبوي، انا تنحبك في الله انت عزيز عليا، فلماذا السي عبد النبوي انه رجال السي الحموشي راه 2000 ولا ما عرف شحال من الرجال ديال الحموشي، ولكن ما كاينش شي واحد تيدير الخاله، تيدير الخاله تيطير عليه السي الحموشي. فتنتمنى السي عبد النبوي انك تزور مدينه مكناس وتزور الناس، تشوف الناس، تزور الناس مدينه مكناس وتسمع وتلقى الرجال ديالك وتسمع ماذا يقع في مدينه مكناس والظلم والحقره. فانا انا ما تنتكلمش على المحكمه الاستئناف، انا راه ما تنخاف من حتى شي واحد ما تنخاف منه، ولكن انا تنسمع الناس، من حقي نسمع الناس ماذا يقولون. تكون شي تيتشكى في المحكمه الابتدائيه على وكيل الملك تيقول لك انسان عصبي، انسان ما تيسمع لكش، تيقمع عباد الله. كاينين بزاف وما نقدرش نقول كلشي في اللايف. فانا درت لك رساله ليك، ها هي، وراه تجاوبوا معايا النيابه العامه ان شاء الله. ولكن الساعه ما غادي يكون المقابله ديالي مباشره، غادي يكون بزاف ديال الحوايج. فتنتمنى انه كاينين الناس اللي تيظلموا، حنا بغينا نحبوا الناس في الوطن ديالهم وفي سيدنا الله ينصرهم، وما تكرهوناش وما غاديش تكرهونا في الرايه ديالنا، وما غاديش تكرهونا في الملك ديالنا، وما غاديش تكرهونا في الرايه ديالنا، وما غاديش تكرهونا في الملك ديالنا. فيحيى الملك. والحمد لله يوسف الزروالي شخصيه قويه، وانا اتحداك انت وكيل الملك، اتحداك في محكمه الابتدائيه، انا اتحداك لان انت ظلمتي خالي وظلمتي الام ديالي. اما انا قاد براسي وتنعرف راسي، انا تنهز الرايه خارج ارض الوطن اللي ما هزات حتى شي واحد. هزيتها في بلجيكا، هزيتها في انفيرس، هزيناها في هولندا، هزيناها في برشلونه، هزيناها في عديد ديال المدن. ديما تنشرفوا بلادنا. فتنتمنى بالسي عبد النبوي بانه تستجب الطلب ديالنا وتبحث علاش هذا السيد هذا السيد اللي تعدى على بوعيادي عبد اللطيف، اللي تعدى عليه محاوله القتل. شوف كيفاش دار له السي عبد النبوي وتم بات يومين وخرج. علاش خرج؟ لانه كاينه الرشوه. احتراماتي خويا العزيز، كاينه الرشوه وتيتسي تيدعي على خالي، تيمشي عنده تيقولوا 2 مليون كانت كافياك باش نخرجوا. فهذا حشومه، وما نبغيش السي عبد النبوي اللي تنعرفوا عليك تسمعوا عليك الخير، ما نبغيش واحد من الرجال ديالك انه يطيح بك. وكل شيء يعلم بهذا الشيء في مدينه مكناس، كل شيء عارف هذا الشيء هذا، ولا احد يقدر يتكلم لانهم تيخافوا. وامتى غادي نبقاو حنا خايفين؟
امتى؟ فتحيه لخوتي الشرفاء، فتحيه لكل واحد غيور. وانا ما تنحييش الحاسين الكابا اللي غادي يخرجوا عاوتاني وانا وانتقد عام الوكيل. سير راه سيدنا عزيز عليه الرجال. شي سيدنا راه تيبغي الرجوله، راه ما تيبغيش الخوافه والحاسين الكابا، لانه تيقول هاد الحاس كابا الا وقعت شي حاجه في البلاد يولي هو بياع، تتولي نتوما بياعه. سيدنا عزيز عليه الرجال. اتقوا الله في الشباب، واتقوا الله في هذا الوطن، واتقوا الله في الوطن ديالكم. وتحيه كبيره للشباب اللي عنده غيور. بارك عليكم اخوتي العزاز، تحيه لكم. الله يحفظك، الله يحفظكم اخوتي. وشكرا على اي واحد ضامن معنا، وشكرا على اي واحد بارطاجا اللايف. وحنايا غادي ان شاء الله من غادي يرفع علينا الله هذا الحجر الصحي غادي نديروا وقفه امام مرخصه غادي نطلبها مرخصه من وزاره الداخليه باش ندير وقفه امام النيابه العامه، وغادي نجمعوا الالاف تمايا ان شاء الله، لانه على هذا السيد هذا بغيناه يرحل من هذه المدينه، لانه لا يمثل هذا المدينه. وانا محقي نهضر لانني مواطن مغربي، وهو تما من اجلي انا ومن اجلك انت ومن اجل اي واحد اخوتي العزاز. فانا ما نقبلش انه واحد انسان عنده الاجازه في 1989 ويتعداو عليه بهذه الطريقه. اجيو اعتقلوني ودخلوها الراي عام. ودخلوها الراي العام. كفايه من الظلم، كفايه من انه نتلاقى واحد يقول لي خويا الزروالي انت حببتينا في الملك، حنا تنبغيو الملك، ولكن اخويا راه مشيت للمحكمه وظلمت اخويا الزروالي. وتحيه للقضاء الشرفاء. وكنا باغي نديروا واحد التكريم بعد ما يسال هادشي، بغينا نديروا تكريم من واحد القضاة. كاين واحد القاضي في محكمه الاستئناف، وكاين شي جوج قضاة اللي تينوبوا على القضاة المحكمه الابتدائيه. انا ما عندي مشكل مع حتى شي قاضي في المحكمه الابتدائيه، ما عمرهم ضروني صراحه الله. المحكمه الابتدائيه اي قاضي ما عمرهم ضري. عندنا مشكل كحنا جمعيه ملكيه المغاربه في اوروبا مع وكيل الملك. هذيك الناريات اخوتي دخلت عنده قلت له هذا راه تيسب في امي وتيعاير في امي وتيقول امي انا تتسعى في الرومبوانات، والان امي مسكينه تعاني نفسانيا. قال لي راه الملف جاري البحث. امتى تجري هذا البحث؟ حتى 2030 امتى يجري هذا البحث هذا؟ امتى غادي يجري هذا البحث؟ فالحمد لله تنشكروا وكيل، تنشكروا سعادة العامل وسعادة الوالي هنا في مدينة مكناس، إنسان اللي تيرحب بالناس وتيعاون الشباب وتيساعد الشباب على النضال على الوطن، واللي تيحب الوطن تيحبو وتيدافع عليه. فشكرا، الله يجازيكم بخير، وشكرا لكم اخوتي العزاز. بارطاجي اخوتي. حنا تنشوف الله يجازيكم بخير، حنا تنقولوا الحق، زروالي الرجوله، حنا تنقولوا الحق، واللي بغى يوقع. حنا ما تنخافوها، كرشنا ما فيها العجينه. ما عندنا ديور، ما عندنا علاقات مع اصحاب البيران، ما عندنا والو. ما عندي ولادي تيقراو في فرنسا، ما عندي بناتي تنصيفط لهم فلوس. انا سامح في وليداتي في فرنسا، عندي جوج بنيتات صغار وسامح فيهم في فرنسا، وجالس في بلادي تنعاون. ما يقدر يديرها حتى شي واحد، وتنساعد وتنربح الفلوس من اليوتيوب وتنعطيها. انا الحمد لله لا بغات المخابرات ولا الفرقه الوطنيه ولا رجال الحموش يديروا معايا البحث من اين لك هذا، فانا مساعد من دابا، لانني لا املك شيء سوى حب الله وحب الوطن. الحمد لله انا ورقه بيضاء. تنتمنى اخوتي العزاز انه نشدنا، ولكن كاينين شي وحدين اللي تستاهلوا الظلم وتستاهلوا يتعداو عليكم، وكاينين شي وحدين اللي تستاهلوا النضال عليهم ويستاهلوا ندافع عليهم. خوتي العزاز شكرا لكم ورمضان مبارك. وانا غادي نبقى تابع هذا الوكيل الملك في محكمه غادي نبقى تابعو ان شاء الله حتى غادي نشد حقي. وحنا الحمد لله بزاف ديال الناس منهم اخوتي اللي بزاف منهم الحمد لله وقفنا ضد وزراء ومشاو بحالهم، وضد برنامجين ومشاو بحالهم. فاحنا غادي نوقفوا لك وقفه رجوليه، ولا عندك شي حاجه مرحبا، راه ما عندك مخير في عاودك تسرجو، فهمتي؟ فالسي عبد النبوي راه رئيس ديالنا كاملين، دوك خونا كاملين ما تيكره الظلم. وتنوصلوا الرساله ديالنا الوكيل العام سي رشيد تشافين، حنا تنعرفوك انسان شريف، وانت اللي مسؤول هنا في مدينه مكناس على النيابه العامه. فتنتمنى السي رشيد الله يجازيك بخير استاذ، وتستاهل نقول لك استاذ، هذه هي الحقيقه. ما شفت منك غير الخير، ما عمرني شفنا عليك شي حاجه خايبه، ما كاين غير الخير والخير غير الخير. صيامي حارم عليا وما تنكذب،
ما شفت عليك غير الخير. شحال من واحد تيدخل تتعامل معاه بطيبوبه انيق، تتعرف تهضر هذا انسان عكس الاخر تيبدا تغوت على كل شيء ويسبحوا. انا كنا رياض قلت له راه حنا من الناس المناضلين، وقال لي راه مناضل. مناضفه ومناضل اياه حقه، مناضفه على راسنا، ولكن ماشي انت تتجي للباري وتتسب وتتعاير، ماشي انت اللي ولادي الان تيتهدوا بالسبان وتعاير، ماشي انت. ولكن تحيه الاصدقاء ديالي في باريس اللي غادي يجيبوا معلومات في فرنسا، حتى هما غادي يجيبوا بزاف. خلينا لا داعي باش نهضروا، ما بغيناش نطولوا في الهضره. انا ما ساكتش، انا ما غاديش نسكت، وما غاديش يقول لي شي واحد سكت، لانه خوتي العزاز هادشي بزاف. راه حتى شي واحد ما يقبل الظلم حتى واحد ما يقبله، فهمتي اخوتي العزاز؟ حتى واحد فينا ما يقبل الظلم، وحتى شي واحد. انا تنعاني بصمت وتندافع على والد، كلنا مع الحق. الله يحفظكم. انه هاد السيد ظلمنا بزاف، هاد السيد تعدى علينا بزاف، لانه مشارجي علينا من جهه اخرى، وحنا تنعرفوا الوكلاء تيكونوا الحزب ديالهم هو الله الوطن الملك، ما تيكونش حزب ديالهم هو تابع لاحزاب اخرى، او تيديروا جلسوا هنايا او العراضات او المناسب. لا، وتنطلبوا من السيد طرشوني الله يجازيك بخير ولي الامن، ملي تحيد الحجر الصحي بغيناك تبقى تصيفط البوليس الله يجازيك بخير. البار عماد بزاف ناس يتشكاو منه تمايا. الامن الوطني تيقول لك انه ما تيوصلش لتما الامن الوطني، علاش ما نعرف. غادي نبحثوا حتى حنا في هذه القضيه هذه، وهذا هو اللي كاين اخوتي العزاز. والميساج ديالي راه اونفوايي، راه مهما جيش انا نهضر راني ماشي دري صغير، راه عندي 35 سنه وتنعرف اش ندير اخوتي العزاز. ولا وقعت شي حاجه معليش، المهم انسان يموت على بلادو او على ولادو، فهذا خالي وغادي نشدو له حقه. راه بامكاني انني نمشي هذا اللي ضرب خالي نشدو ندقدقو نحسب له 1 2 3 ما يبقاش واقف قدامي. ولكن حنا دولة الحق والقانون برئاسة امير المؤمنين سيدنا الله ينصره ويطول عمره. فسيدنا ما يقبلش الظلم وما يقبلش الكلام في صميم. سيدي يوسف الله يحفظك، ما كاين غير الله الوطن الملك. وتنترجى رجال الحموشي مخابرات المغربيه انه يتم البحث على هذا السيد، فراه لا اله الا الله محمد رسول الله، وراه كل شيء اعلم بذلك. فكل شيء. فتحيه رجال الامن الوطني الشرفاء في مدينه مكناس، وتحيه مخابرات المغربيه، وتحيه السيد العميل، الشريف الله يعمرها دار، اللي تيحببنا في الوطن واللي تيشجعنا على حب الخير وتيشجعنا باش نعاونوا. السيد العميل عبد الغني الصبار اللي عنده قراد ديال الوالي، ما تسمع منه غير الخير، واي واحد دق في بابه تيشجعوه. فتحيه للسيد العميل، وتحيه كل واحد عنده غيره على هذا الوطن ديالو. شكون يقبل انه واحد انسان مسكين عنده الاجازه ويبدا يضرب بهذه الطريقه، وشهاده طبيه فيها 25 يوم وتم افراج على هذاك المجرم؟ هل يعقل اخوتي العزاز؟ هذا الشيء مع شهاده طبيه فيها 25 يوم، هل يعقل؟ لا يعقل هذا الشيء اخوتي. وسمحوا لي مني شي حاجه العزاز، مني شي حاجه ديال العيب، فانا اعتذر من المتابعين ديالي. وانا ليس عنديش مشاكل مع القضاة ديال مدينه مكناس، او انا عندي مشكل مع وكيل الملك المحكمه الابتدائيه. وانا مهما وصلتك الرساله ديالك فراك حتى عيقتي بزاف وفهمتي انت طغيتي بزاف، وجاب الله اللي غادي يوقف لك. انا غادي نوقف لك، واخا يوقع اللي وقع. راه ما كاينش غير يوسف الزروالي، راه كاينين اصدقاء ديالي في الجمعيه الملكيه في باريس في اوروبا اللي غادي يوقفوا ان شاء الله. وما غاديش نسكت على الحق ديالنا، وما غاديش نسكت على الحق ديال خالي. وهذا هو اللي كان اخوتي العزاز. واليوم حنا مشينا كسينا الايتام، والدار اللي رابط عليك الناس تنبنيوها، ولكن ما عندي الخاطر حتى شي حاجه من شفت هذيك الصور. فيحيى الملك الغالي، فيحيى الوطن. وسيدنا الله ينصره هو اللي امرنا باش نفضحوا الفساد، فكلنا مسؤول على هذا الوطن، فليس سيدنا فقط. ورساله ديالنا اخوتي العزاز، التزموا البيوت ديالكم وضامنوا باش الله يهز علينا هذا الوباء، وان شاء الله غادي ننتصروا من هذا الوباء ان شاء الله، وغادي ترجع المياه لمجاريها، وغادي نفرحوا ان شاء الله كاملين. الله يحفظنا ملكنا ويحفظ كل المسؤولين. وتحيه كبيره للسي الحموشي والرجال ديالو، وتحيه كبيره للسي الفتيت
وزير الداخليه، وما نساوش القوه المساعده اللي حنا ناعسين هما حاميين في هذا الحجر الصحي وواقفين ليل ونهار في الشمس مساكن، فما يمشيش اي واحد يمسح رجلو في القوه المساعده، فتا هما عندهم دور كبير في هذا المجتمع. والتحيه للوكلاء الشرفاء، تحيه للوكلاء الشرفاء اللي ما تيكروش الظلم، وديما الله الوطن الملك، ويحيى الرايه المغربيه، يحيى هذا الرايه المغربيه اللي هديت لها حياتي كلها من اجلها.